جمعنا لكم النهارده كل اجزاء حكايه شياو، وللي شاف التجميعه الاولى التجميعه الثانيه بتبدا من الثانيه دي. فظبطنا بقى لايك كومنت شير واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس وصلوا على النبي ويلا بينا. بتبدأ المانجا بتاعتنا بواحد عمال بيعد 76 77 78 79 80 81. أيوة في هنا 81 دعامة، وهم فعلا مصدر الطاقة الكونية. لا أنا ما جيتش للمكان الغلط، المكان ده هو اللي فيه سر ولادي، وهو بيكون في قصر الأرض، وبيكون في وشم على كتفه بيبدأ اللي هو يتحرك وهو بيكلم الوشم وبيقول له أنت حاسس بالموضوع، وبينط وبيفتكر وبيقول الوشم ده ظهر لي وانا عندي 6 سنين، وفضل معايا لمدة 24 سنة، وفضل معايا في عدد لا يحصى من المعارك، وساعدني كتير جدا عشان اقدر ان انا اوصل لخبير في الفنون القتالية، وبيكون عمال بيتحرك باقصى سرعته. بس مع ذلك انا دايما كنت حاسس ان في حاجة ناقصة، واكبر سبب اللي أنا ما كنتش فاكر اي حاجة عن طفولتي. انا على طول كنت حاسس ان في حاجة ناقصة مني، واللي هي موجودة في مكان في العالم ده. بس انا النهاردة هكتشف كل حاجة. وبينزل لتحت، واول ما بيشوف تمثال عملاق بيكون في حالة صدمة، وبينط وبيوصل عند ايديه وبيقول ده طبق شيان، وبيقول انا متوقعتش ان بوابة العوالم هتكون هنا، وبيمد ايده علشان يشوفه. واول ما صباعه بيلمس البوابة الوشم اللي على كتفه بيبدأ اللي هو يتحرك جامد، والمكان كله بيبدأ اللي هو يتهز ويخرج عن السيطرة ويتكسر. وهو بيقول هو ايه اللي بيحصل هنا؟ وفجأة البوابة بتحيط بيه، وبيظهر شعاع من ضوء بيعدي بالمجرات والكواكب والأبعاد، وبنروح لمكان تاني في دولة فارس الأسود في مدينة الماء البيضاء. وبيكون في مجموعة من العيال عمالين بيضربوا ولد، وعمالين بيكسروا المكان كله بيه، وبيقولوا له أحسن لك اللي أنت تدينا الفلوس دلوقتي اللي معاك وتخلص نفسك، ما تديها لنا ببساطة أسهل لك. وواحد تاني بيقول هو أصلا بيجيب الفلوس دي كلها منين؟ أبوه مجرد بواب، وإحنا ما نعرفش الفلوس اللي معاه دي هو أصلا جايبها منين، فحتى لو أخدنا الفلوس دي دلوقتي ما حدش هيعرف حاجة ولا حد هيسأل عنها. وهو فجأة بيفتح عينه وبيقول هو أنا فين دلوقتي؟ هو أنا ليه في جسم ولد عنده 15 سنة؟ والوشم بيتنقل على كتفه وبيمسك راسه وبيقول تقريبا أنا دلوقتي فهمت، الجسم ده كان فيه روح مش كاملة، وفضل الولد ده مصنف على إنه مجنون لمدة 15 سنة من عمره، وما كانش حتى بيقدر اللي هو يدافع عن نفسه. علشان كده وبيفتح عينه بيقول روحي نزلت في الجسم ده. وفي واحد بيقول بصوا الغبي ده قدر اللي هو يقوم مرة كمان. ففي واحد تاني بيقول كويس قوي، يبقى كان نقدر اللي احنا نضربه تاني. انما هو في لحظة واحدة بيقدر اللي هو يبعد عنه ويتفادى الهجمة، وبيقول كويس قوي مهارات ال30 سنة انتقلت معايا. ايوه الحقير انت ازاي تتجرأ اللي انت تتفادى هجمتي؟ وهو بيبص له بيقول في نفسه انا اهو بدأت اللي انا افتكر التلاتة دول عبارة عن شلة متنمرين، ودايما بيسرقوا الفلوس اللي جدي بيديها لي. وبالتفكير في الموضوع جدي مجرد بواب، منين بيجيب كل الفلوس دي؟ والولد بيتعصب بيقول له ايوه حقير انا بتكلم معاك، انت ازاي تتجرأ ان انت تتجاهلني؟ وبيروح علشان يضربه، انما الولد بمجرد صباعين بيقدر اللي هو يطيره ويكسر كل عظم ايده، وبيقول كفايه ازعاج. وبيقول في نفسه ان اصلا علشان افتكر حاجه في الجسم ده بفتكرها بصعوبه كبيره جدا وبتكون مشوشه، فبازعاجكم كمان مش قادر ان انا افتكر اي حاجه. انا دلوقتي لازم اللي اروح افكر في الموضوع ده وابدا اللي افتكر. صحيح انا كنت هنسى لو انا مش غلطان، فالنهارده يوم تحديد المستوى في الأكاديمية تيان. وبيفتكر والجد واقف مع حفيده، والجد بيقول له أنا عارف اللي أنت ممكن ما تفتكرش، بس أنا عاوزك اللي أنت تسمعني كويس. في نوعين من الناس في العالم ده، واحد دايما بيقف وهو رافع راسه وده هو القوي اللي كل الناس بتحترمه، انما التاني دايما بيقف وهو منزل راسه وده هو الضعيف اللي كل الناس بتيجي عليه. ومع انك لسه صغير فانا مش عايزك ابدا اللي انت تنزل راسك، انت من عيلتي، وحتى لو اضطريت اللي اضحي كل حاجه فاضحي انما تكون انت محترف في الفنون القتاليه. وبيقول في نفسه انا ساعتها ما فهمتش اللي جدي قالهولي، انما فهمت هو كان قصده ايه، وعلشان كده قررت اللي أنا ما استسلمش خالص، وان مهما حصل هيكون هدفي من النهارده اللي اكون محترف في الفنون القتاليه. ده هو حلمي اللي في الجسم ده وفي العالم ده. ومع ان كانت الروح اللي في الجسم ده غبية، الا اللي هو كان مصر على تحقيق حلمه وحلم جده، بس الاتجاه اللي هتحرك فيه في الغالب هيكون مختلف شوية. والاتنين متنمرين التانيين بيقولوا يا متخلف انت ازاي تتجرأ اللي انت تضرب صاحبنا كده؟ احنا دلوقتي هنوريك مقامك. وهما الاتنين بيروحوا علشان يضربوه، وبيقول انا لو عايش في العالم ده فلازم اللي استخدم قدراتي. وبيستخدم مهارة قدرة شبح التنين، والاتنين أول ما بيشوفوا الهالة بتاعته بس بيكونوا مرعوبين جدا، وبيضربهم وبيطير الاتنين، وهما الاتنين بيكونوا قاعدين مرعوبين في الأرض، وبيقولوا هو امتى الشاو بقى بالقوة دي؟ أرجوك ما تقتلناش. وهو بيقول في نفسه غريبة قدروا اللي هم يصمدوا قصاد ضربتي،
دي مهارة كف التنين، هم مجرد تلميذ من أكاديمية تيان، بس هم فعلا أقوياء عشان يقدروا يصمدوا قصاد المهارة دي. بس واضح اللي في الجسم ده ترتيب القوى يكون مختلف عن العالم بتاعي. في 4 مستويات موجودة في العالم ده، وعشان تنتهي من المستوى لمستوى فانت لازم تروح لقمة المستوى اللي فات. وفي العالم ده مفيش أي قيود على الجسم، ممكن توصل لأي مستوى انت تقدر عليه، وانا اللي بستخدمه هنا من الرتبة منخفضة تقريبا. بس لو بدأت اللي انا امرنه شوية هقدر اللي انا ارجع ممارس للفنون القتالية قوي جدا زي ما كنت في العالم اللي فات. وعشان كده هقدر ان انا اهزم اي اغبياء زي دول بسهولة بفضل خبرتي. وبيروح لواحد فيهم وبيدوس على وشه وبيقول لهم باعتماد على قوانين العالم ده، وبيقول لهم مش لازم اللي انتوا تكونوا مرعوبين قوي كده، احنا نعرف بعض بقالنا بتاع 3 سنين، انتوا ليه خايفين قوي كده؟ طب انت عايز ايه يا سيد شياو؟ انا اقول لكم في خلال ال3 سنوات اللي فاتوا اخدتم مني بتاع 1080 عملة فضية، فلما نحسب الفوائد والزيادة الشهرية فيوصلوا ل9871 عملة فضية. ودلوقتي هو وقت السداد. ايه 9800 عملة فضية؟ مش كانت مجرد 1000؟ فالشياو على طول بيقوم ضربه. واضح اللي انت مش بتسمع، انا قلت اللي انا حطيت الفوائد والزيادة الشهرية بتاعتي. طب هو المبلغ اللي احنا بندين بيه ليك كام؟ فالشياو برضه بيضرب التاني وبيقول له واضح اللي انت برضه ما بتفهمش، قلتلكوا 9871 عملة، تقدروا تدفعوا دلوقتي؟ ايوه اكيد نقدر. طب ده كويس جدا، طب احنا ممكن ان احنا نمشي دلوقتي؟ وهم ال3 بيقوموا ويا دوب بيبدأوا اللي هم يتحركوا، فالشياو بيقول لهم استنوا هنا. هو في ايه تاني؟ تعالوا هنا لما نمضيكوا على وصلات امانة. بس احنا معناش هنا اي ورقه او اي قلم. ما تخافوش دي مش مشكله. وبيبص لهم بعدين وهي بتطق شرار، هو انت هتعمل ايه؟ اسوأ حاجه ممكن ليه تتعمل. وبينط عليهم بيقعد يمسك فيهم هما ال3 ويعجنهم في بعض عقبال ما بيسيب ال3 من غير هدوم، وهم بيقعدوا يعيطوا ويقولوا له انت مش بس قطعت هدومنا، انت كمان خليتنا ان احنا نمضي بالدم. خلاص كويس كده، انا هاخد 3 اتصالات امانه دول وهمشي. افتكروا بقى اللي انتوا بكره تجيبوا معاكم الفلوس. وبيروح للاكاديميه وبيقول ممارس للفنون القتاليه هو ده الحلو. واول ما بيخش كله بيقول بصوا ده الشاوي الغبي ده لحد دلوقتي لسه ما يقس، دي 6 مرة يترفض من الأكاديمية. وبيجي له عجوز وبيقول له واضح ان انت لحد دلوقتي ما استسلمتش، وده كويس جدا، اوعى تهتم باللي هما بيقولوه، ابذل جهدك واجتهد على قد ما تقدر. والشاوي بيقول في نفسه معلم الفصل التالت ده فعلا لطيف جدا، ما بيستسلمش خالص حتى مع نوع الطلاب اللي زي الفاشلين. وفجأة في واحد من الطلاب بيقول له بصوا ده هناك يون هناك، وكله بيروح انه يبص عليه، والولاد بيقولوا بصوا دي فعلا اجمل بنت موجودة في الأكاديمية. وبيقولوا احنا لازم اللي احنا النهارده نعمل احسن حاجة عندها عشان نقدر اللي احنا نلفت نظرها بس. والبنات ما بيكونوش مهتمين بكلامه، ده زيان هناك ده هو الرتبة ال5 ما بين التنانين موجودة، والكل بيكون عمال بيتخانق علشان يبصوا على الاتنين دول. والشاو بيقول هو فعلا لازم اللي هم يبالغوا كده في تقديرهم. وانغ بيقول لها وانت ايه اللي جابك لهنا؟ فيو بتقول له مالكش دعوة، عموما مطرح ما انت هتكون موجودة هتلاقيني موجودة، ومع ذلك مالكش دعوة، انا بس كنت خايف عليكي من تجمع الناس دول كلهم علينا عشان مش عايز ان اي حد فيهم يأذيكي. وكل الولاد فعلا بيكونوا معجبين بيها جدا لدرجة اللي هم عمالين بيزقوا في بعض، وشوان بيتزق وبيدوس بالغلط على جزمة حد، ولما بيبص بيلاقيه زيان. والشاو بيقول له على طول انا اسف، وكل الناس بتقول خلاص الولد ده زمانه ميت، زيان هيقتله حالا. انما زيان بيقول خلاص مش مشكله بس عوضني بحياتك. وفي لحظه واحده بيكون هيضربه، انما بيجي المعلم وبيمسك ايده قبل ما توصل له بثانيه واحده، وبيقول له دي مجرد شويه تراب جت على جزمتك، انت فعلا عايز ان انت تقتله بس علشان شويه التراب دول؟ طيب خلاص تمام. وبيسحب ايده، والمعلم بيقول شوان تقدم علشان الاختبار. حاضر. والناس بتقول خلاص ده بدأ التقييم، واللي بيكون مشرف على الاختبار برضه بيكون معلم من الفصل الثالث، وبيقول في طريقتين عندنا للتقييم، يا اما اللي انت تضرب الطبلة دي كل قوتك، ولو قدرت اللي انت تعمل فيها ولو ثقب صغير فانت هتكون قادر اللي انت تكون مقاتل فنون جسدية، وهتكون كده اجتزت الاختبار ونجحت. يا اما اللي انت تروح وتلمس حجر الروح القتالي ده، وهو بيقدر اللي هو يحس بطاقة الروح الكاملة. وبيجي حد من بعيد وبيقول هو انتوا كل ده لسه ما خلصتوش؟ المفروض لو كل طلاب الفصل التالت عندهم قوة روحية كويسة تكونوا خلصتم من بدري، والاختبار ده ما ياخدش الا شوية دقايق. لينر هو انت ايه اللي جابك هنا مع طلاب الفصل الرابع؟ وده بيكون مدرس الفصل الرابع. خلصنا بدري فقلنا نيجي نشوف اختباراتكم، خلينا دلوقتي نشوف طلاب المعلم الفصل التالت ونشوف مستواهم. وفي بنت بتكون متعصبة وبتقول ده بيكذب، هو عارف دلوقتي ان الدور على الشاو وعشان كده جه علشان
يتريق على المعلم ده. وشياو معروف اللي هو كل سنة بيسقط. شياو الغبي ده يكون السبب اللي يتريق على المعلم بتاعنا، والمعلم بيقول شياو اتفضل علشان تاخد التقييم بتاعك، وتقدم لقدام. وبيقول في نفسه انا عارف ان جده عمل كل اللي يقدر عليه علشان يساعد حفيده، ودور ليه على ادوية واعشاب كتير ممكن اللي هي تزود من قوته، انما قدرتك على اللي انت تنشئ صواعق فدي هتكون حاجة معتمدة عليك انت بس دلوقتي، فابذل دلوقتي كل مجهودك. والشيو بيقول في نفسه ذكريات الجسم ده بتقول ان في نوعين من المقاتلين. النوع الاول بيعتمد على قدرته القتالية، وده اللي هو بيتدرب على قوة جسمه. والنوع التاني هو ده اللي بيدرب قوته الروحية، وده اللي بيقوي قوتهم الروحية وبيزودوا الاتشي بتاعتهم. ولازم اللي انت تقوي الاتشي بتاعك عشان تقدر اللي انت تقوي نفسك في اي ناحية من نواحي جسمك. وبيروح عند طبلة وبيغمض عينه وبيمشي من جنبها، وفي حد بيقول هو خايف منها ولا ايه، وبيروح عند حجر والكل بيكون مصدوم، والكل بيقول هو فعلا غبي ده عاوز اللي هو يحاول بالحجر. والشاو بيروح للمعلم بيقول له انا هتجرب بالحجر، والمعلم بيقول له اعمل اللي انت عاوزه. وكله بيقعد اللي هو يضحك عليه، وكله بيقول ده فعلا متخلف. هو مش عارف اللي هو لو ما كانش عنده قوة روحية قبل سن 15 وعمر القوة الروحية دي ما هتظهر، ده واضح اللي هو حتى ما بيستخدمش مخه في التفكير. وهو بيروح وبيقول في نفسه انا عارف ان جدي كان عاوز دايما مقاتل بقوة روحية عالية، بس انا هكون اللي جدي عاوزه دلوقتي. وبيحط ايديه على الحجر، انا هتغلب على حدود الجسم الضعيف ده وهحقق اللي هو عاوزه. والحجر بيبدأ اللي هو ينور والطاقة تمشي فيه لدرجة ان الاضاءة بتكون عالية جدا وبتغطي الاكاديمية كلها. والناس بتقول ضوء قوي ده معناه اللي هو عنده قوة روحية كبيرة جدا. والمعلم بيقول كل 3 ومضات عبارة عن مستوى، وفي 3 مستويات، منخفض ومتوسط ومرتفع. ده معناه ان 3 ومضات ده معناه مستوى منخفض، و6 ومضات ده معناه مستوى متوسط، و9 ومضات ده معناه مستوى مرتفع. انما دلوقتي هو عمل 10 ومضات. انا مش عارف ايه الرتبة اللي هو يستاهلها كده. وبيبدأ فجأة الوشم اللي هو ينور على كتفه وبيغذي الحجر كله، وبيقول في نفسه ايه اللي بيحصل ده، انا حتى مش قادر اتحكم في اللي بيحصل. ومن كمية الطاقة الموجودة الحجر بيتدمر، وبتخرج اضاءة عظيمة جدا بتملى المكان كله، وتبدأ اللي هي تعمل عاصفة في السماء، وبيكون في خيال تنين باين موجود في السماء، والمدينة كلها بتقدر اللي هي تشوفه. والرعد والبرق بيبدأ اللي هو يملى المكان، وكل الناس بتكون خايفة. وبيكون في واحد في قصر وبيقول دي فعلا قوة روحية كبيرة جدا، والقوة دي طالعة من الأكاديمية. وده بيكون قائد الجيش، وبيقول لجنوده كله يفوق اجهزوا علشان تحموا الإمبراطورية، ما تخلوش الأضواء دي تلهيكوا أو تشتتكوا. وفي ناس كتير بتبدأ اللي هي تقع في الأرض، وبتكون عمالة بتتعذب وبتقول احنا حاسين الطاقة الروحية بتاعتنا عمالة بتتسحب من جسمنا. وحتى المعلم نفسه بيقع في الأرض وهنغ كمان، وبيكونوا عمالين بيتعذبوا جدا. وبيقول مستحيل جسمه يكون قادر اللي هو يطلع كل الطاقة دي. ويون بتقول الطاقة دي مستحيل اللي هي تكون طالعة من شواي ده، انا لازم اعرف هو منين جايب الطاقة دي. انا هستخدم دلوقتي الرؤية القتالية عشان اقدر اللي انا افهم هو منين جايب الهالة دي. واول ما بتبدأ اللي هي تستخدم مهارة على عينيها وبتبص عليه، فبتسمع صوت مين ده اللي يتجرأ اللي هو يبص على روحي. وعينيها بتبدأ اللي هي تنزف، وبتقول لا ده مش بني ادم، استحيل هو يكون بني ادم، دي عبارة عن قوة روحية خالصة. الهالة دي موجودة عند ناس قليلة جدا، دي عبارة عن اندماج ما بين الاستبداد والحرب، ده عنده قوتين في جسم واحد. وفجأة كل حاجة بتختفي، والكل تقريبا بيكون في الأرض. ومدرس الفصل الرابع بيقول هو ايه اللي حصل ده، الهالة دي مستحيل اللي هي تكون خارجة من شواي. وهنغ بيقول يون ما تخافيش خالص، محدش راضي اللي هو يعمل لك حاجة طول ما انا موجود. وهو اصلا بيكون قادر اللي هو يقف بالعافية، وهي بتقول له خلي بالك من نفسك الاول. وبيكون هو اصلا تعبان جدا، وكل الطلاب بيكونوا فعلا حسوا بضرر كبير. وبيقول هو ايه اللي حصل ده، الهالة اللي طلعت دي كانت قوية جدا وتسببت ان اي حد عنده هالة اضعف منها يقع في الارض ويعاني من المعاناة دي، وده معناه اللي هو اقوى مننا كلنا. ومعلم الفصل الرابع بيقول ما حدش هنا يتخض، العميد عمال بيتدرب على تقنية جديدة، اكيد هو كان السبب في كل اللي حصل ده. والكل فعلا بيبدأ اللي هو يأمن على الكلام ويقول ايوه اكيد عميد هو اللي عمل كده. العميد معروف بقوته الكبيرة
كبيرة جدا، بس المشرف على الاختبار بيقول لا غلط، مع اني بعترف بقوة العميد الهائلة، الا ان هي كانت ولا حاجة مقارنة بالقوة اللي ظهرت من شوية دي. الهالة اللي غطت المكان دي كانت بتاعت شوان، الهالة اللي غطت المكان ده كانت بتاعت شياو. وعموم خلونا دلوقتي اللي احنا نكمل التقييم. زي ما احنا كلنا دلوقتي شفنا، شياو عنده قوة روحية كبيرة جدا، مع انه ضعيف جدا. بمعنى تاني للتوضيح، هو اجتاز الاختبار ونجح. والشياو بيقول في نفسه واضح ان انا جبت انظار عليا بزيادة شوية عن اللزوم. والمعلم بيقول مين كان يفتكر ان في موهبة زي دي موجودة في الجيل ده. انا مبسوط جدا ان في الموهبة دي ظهرت، وكل الناس بتقول مستحيل ازاي شياو يكون بالقوة دي. ومدرس الفصل الرابع بيقول ايوه يا معلم استنى لحظة، الحجر اتأثر بالقوة الشديدة اللي هو طلعها من شوية واتكسر واتدمر تماما، وعشان كده لازم اللي احنا نعيد التقييم من تاني. وكل الناس بتبدأ اللي هي تقول ايوه لازم التقييم اللي هو يتعاد. فالمشرف على الاختبار بيقول من امتى وانا محتاجك اللي انت تساعدني في التقييم. انت لو ما وافقتش اللي هو يعيد الاختبار، فانا هعمل تقرير بيأكد اللي انت بتلعب بالنتائج بتاعة الاختبارات. فزيون بيقول انا عندي حل، اللي يفشل في الاختبارات ده معناها اللي هو ممكن يتحدى اي حد، ولو كسبه يكون نجح في الاختبار. فالمعلم بيروح عليه على طول وبيقول له مفيش لازمة اللي انت عاوز تعمله ده، هو خلاص نجح، والرهان اللي انت عايز تعمله ده مش هيكون ليه اي قيمة. وزيون بيقول انا ما بتكلمش عليا. وبيظهر من وراه واحد عملاق جدا وبيقول له زوفان انا عاوزك اللي انت دلوقتي تخش الاختبار وتخسر، وساعتها طالب اللي انت تقاتل شياو، وما تخافش المقابل اللي انا هديهولك ساعتها مش هيكون قليل خالص. حاضر أيها السيد الصغير. وبيروح وبيقف قصاد الطبلة وبيضربها ضربة خفيفة جدا وما بيحصلش فيها طبعا أي حاجة. وبيقول أيها المعلم أنا دلوقتي فشلت وعايز اللي هو طالب اللي أنا أقاتل شياو. وهو بيقول في نفسه طالما السيد الصغير بيدعمني، فأنا أكون واثق إن خسارتي دلوقتي دي هيعود عليا بمنفعة أكبر قدام لما يدعمني في كل حاجة. إحنا ما فيش ما بينا أي ضغينة، وكمان إحنا زملاء في الأكاديمية هنا، وأنت عايز اللي أنت تعمل مشكلة معايا. أنت اللي لازم تلوم نفسك علشان انت زعلت السيد زيو. انا هنهي الموضوع ده كله بضربة واحدة، وبعد كده هقعد اضرب فيك لحد ما يغمى عليك. وبيقول واضح ان الحالة هتكون صعبة من دلوقتي. الناس الطيبين بيستفادوا من طيبتهم، انما الناس بتفتكر ان هم ضعاف فبتيجي عليهم عشان فاكر ان هم مش هيقدروا ياخدوا حقهم. انت قلت دلوقتي اللي انت هتقضي عليا بضربة واحدة، وانا لحد دلوقتي ما حاسبكش على الجملة دي صح؟ انا حالا هحاسبك عليها واخليك تدفع ثمنها غالي. استناني بس دقايق وانا هقتلك دلوقتي. وهو بيهجم عليه بضربات كتير فجأة، وهو بيقدر اللي هو يتحرك بسرعة وفجأة يقف قصاده، وبضربة واحدة بيقدر اللي هو يطيره وبيخليه واقع على الأرض مش قادر اللي هو يتحرك. وبيقول مستحيل ان انا اكسب بلكمة ضعيفة زي دي. والناس بتقعد تقول هو كان مخبي قوته دي طول السنين اللي فاتت. والمعلم بيقول لا انا مش غلطان، هو فعلا قدر اللي هو ينور الحجر 10 مرات. والمشرف بيروح لمعلم الفصل الرابع وبيقول له انت شايف اللي بيحصل قدامك مش كده؟ والشيو بيقول انت لو كان عندك اي اعتراض تاني على فوزي فممكن ان انت تواجهني في اي وقت انت عاوزه. فهو بيقول له علشان بس ما احرجش المعلم فانا هسيبك النهارده. وبيمشي هو والتلاميذ بتوعه، ويوم بتقول المتدرب الغريب ده عنده كل القوه دي. وزيان بيقول انت بتتجرأ ان انت تضرب حد من عيلتي، واضح ان انت مش بتحترم حاجه. وبينقض عليه بسرعه رهيبه، بس قبل ما يوصل له بثانيه واحده شيو بيبدا اللي هو يحضر نفسه علشان يصد الهجمه، انما المعلم بيجي قدامه وبيصد هو الهجمه دي. ايوه معلم انت بتتجرأ ان انت تهاجمني؟ لو انت هنا بتمثل العيله بتاعتك فانا هنا بمثل الاكاديميه كلها. لو انت عيلتك كانت ناويه ان هي تبدا حرب ضد الاكاديميه فابدا دلوقتي. وهو بيقول في نفسه مع ان عيلتي قويه جدا ومن اقوى العائلات اللي موجوده، الا ان الاكاديميه دي تكاد تكون اقوى اكاديميه موجوده، وانا عيلتي لسه مش جاهزه لمهاجمه الاكاديميه دي. ايها الولد جهز نفسك، بعد سنه واحده انا هسيبك لمده سنه، وبعد كده هاجي واشوف مين هيتجرأ اللي هو يحميك. تمام انت دلوقتي بتقول ان انت عايز تسيبني لمده سنه، فايه رايك ان احنا نعمل بقى مواجهه بعد سنه، وسواء انت مت او انا مت فما فيش اي حد هيقدر اللي هو يتدخل. ايه فايه رايك في الموضوع ده؟ تمام قوي، طالما انت عايز اللي انت تموت قوي كده
كده فانا هساعدك علشان تعرف تموت. اتفقنا وهما الاتنين بيتفقوا كده على القتال بعد سنة واحدة. وبتيجي يون وفي لحظة بتكون جنبه وبتقول اسمك هو شياو، انا هستناك عقبال ما تكون متدرب داخلي. وزيون بيتعصب ويقول ديون بتفكر اللي هو ممكن يكون متدرب داخلي، وهي بتمشي من المكان وهو بيطلع وراها وبيقول اول ما اخلص من الغبي ده هيجي دورك انت كمان في نفسه. وبيهدده وبيقول له انت لو بقيت متدرب داخلي فانا هقتلك على طول. وفجأة في حد بيحط ايده على كتفه وبيقول له انت عملت شغل كويس جدا. وبيكون المعلم المشرف على اختباره، وواضح ان انت ما رفعتش بس قوتك، انت كمان رفعت مستواك القتالي. انت مش لازم خلاص دلوقتي اللي انت تخاف من اي حد بيهددك. خد دي تقنية تدريب ممكن اللي انت تستخدمها. شكرا لك يا معلم. وبيكون ماشي وبيقول اخيرا نجحت في الاختبار. وبيروح لمنزل عائلة يان اللي هو منها وبيقول انا كان المفروض لو وصلت للبيت. وبيخبط على الباب وبيخش وبيقول جدي انا رجعت. وبيكون في ناس قاعدة معاه وبيسأل نفسه هي ليه واحدة من اجمل بنات الاكاديمية موجودة عندنا في البيت. واول ما بتشوفه بتقول ليه عادي من الرحمة انت تتجرأ ان انت ترجع للبيت. والشاو ما بيكونش فاهم حاجة وبيقول هو انا ممكن اكون عملت اي غلطة ونسيها. وهو بيقول لها انت لازم اللي انت تتكلمي معايا باحترام خصوصا وانت في بيتي. وهي بتتعصب منه وبتكون عاوزة اللي هي تضربه، انما هو بيمسك ايديها وساعتها بيحصل انفجار وهي بترجع لورا. والجد بيكون قلقان على حفيده وفي راجل بيقول هو انت قدرت ان انت تطور من قدراتك؟ فالشاو بيقول له مش بالظبط كده. والبنت بتقول انا دلوقتي هستخدم الاسهم بتاعتي. وهو بيقول في نفسه هي دي تقنية قتالية وهي بتهجم عليه بسرعة. انما الجد بيروح ساعتها وبيدافع عن حفيده. والجنرال بيوقف البنت وبيقول لها كفاية الهبل اللي انت عماله بتعمليه ده، هو اللي كان عمال بيهاجمني الاول، اسكتي خلاص. هو مش بس بيستخدم قدراته، هو كمان قدر اللي هو يزودها جدا. هو لو استخدم كل قدراته كان زمانه اللي هو طيرك لأبعد بكتير. انت هنا اللي خسرتي. لا انا لو كنت استخدمت كل قوتي كان ممكن جدا ان انا اقدر ان انا اهزمه. انما هو بيقطعها وبيقول لها خلاص اخرسي. وهي غصب عنها بتسكت وبتكون متعصبة جدا. وهو بيروح للشياو وبيقول له تهاني اللي انت قدرت توصل للمستوى العاشر. كده في خطوة واحدة هي بس اللي فاضلة في عملية التنقية والتكثيف اللي احنا بنعملها. والشياو بيقول في نفسه هو منين الجنرال ده عارف ان انا عندي روح غير كاملة. والجد بيقول للجنرال ده كله بفضل اهتمامك بيه، شكرا ليك. ده هو الجنرال المسؤول عن الامن، يعني البنت دي هي حاكمة المقاطعة. والجنرال بيقول كل اللي انا عملته ده كان ضمن الوعد بتاعنا. وهو كمان اجتهد جدا عقبال ما قدر يوصل للقوة دي. وعلى العموم دلوقتي يا شيو انا عندي حاجة مهمة عاوز اللي انا اكلمك فيها. والبنت على طول بتقول لا مستحيل انا مش هتجوزه. والشيو بيقول هو عايز اللي هو يجوزني بنت؟ هو جدي مسك عليه سيديهات ولا ايه عشان يخليه اللي هو يجوزني بنته؟ والجنرال بيقول انا اتفقت مع العجوز ده على حاجة وبقيت مدين ليه بدين كبير جدا، واتفقنا اللي انا هسدهوله على هيئة 3 حاجات. الاولى حساء الاعشاب اللي انا اديهولك كل يوم لمدة كذا شهر اللي الدكتور كتبهولك. وتاني شرط اللي انت تتقبل في الاكاديمية. وتالت شرط اللي انت تتجوز بنتي. فالشيوب بيقول في نفسه ايوه يبقى علشان كده كنت اقدر ان انا اخش الاكاديمية براحتي واخد الحمام الكبير ده. كل ده كان بفضل الجنرال. والعجوز بيقول لازم اللي احنا خلاص النهارده نفي بالوعد التالت. والجنرال بيقول هو احنا كان اتفقنا اللي احنا هنجوزه بنتي علشان نقدر اللي احنا نحميه، بس هو دلوقتي خلاص اتعالج بنسبة 100% وبقى ممكن اللي هو يحمي نفسه وبقى قادر على الزراعة واللي هو يطور من قوته الداخلية. فالجد بيقول يبقى خلاص احنا نخيره هو يختار اللي هو عاوزه. والتلاتة بيبصوا له في نفس اللحظة وهو ما بيكونش عارف يقول ايه. والبنت بتقول في نفسها هو انا ازاي دلوقتي المفروض ان انا اقنع الغبي ده اللي هو ما يتجوزنيش ويسيبني في حالي؟ وبيروح وبيحط ايده على كتفه وبيقول له انت خلاص دلوقتي بقيت كبير وممكن ان انت تاخد قراراتك بنفسك. الراجل المفروض اللي هو يتحكم بقوته هو، هي دي الطريقة الوحيدة عشان تاخد اي مكان انت عاوزها. فالشو بيقول في نفسه وده معناه اللي هو عمال بيلمح لي حاجة اللي أنا مش هقدر اجيب المكانة والاحترام اللي انا عاوزه الا بقوتي انا. حتى لو اتجوزت من بنته فده مش هيفيدني. وهو بيقول كلام الجنرال صح، انا رأيي اللي احنا خلاص نلغي الجوازة. بجد يعني انت بجد عايز تلغي الجوازة؟ يا خلاص كده وفيت الدين بتاعي للعجوز ده، تعب الشهور اللي فات خلاص خلص. والجنرال بيكون فرحان جدا انما عجوز بيقول استنى لحظة، هو فعلا ممكن حوار الجواز ده يكون انتهى الا اللي احنا هنجيب حاجة مكان الجواز. لازم اللي انت تبعت حباية طاقة داخلية من مستوى عالي، وده يقدر اللي هو يفيده باستخدام الطاقة الروحية بتاعتك وتدعمها بيها علشان دي هي اللي هتقدر تساعده اللي هو يتجاوز مرحلة. طب خلاص تمام انا موافق، بس انا دلوقتي لازم اللي انا امشي.
وانا هبعت لكم حبايه الطاقه وهدعمها بطاقتي انا شخصيا. وبيمشي هو وبنته، والشيو بيفضل مع جده بيولع شمعة وبيقول جدي هو ايه اللي بيحصل؟ فالجد بيقول انا عارف ان انت عندك اسئله كتير، بس انت هتفهم كل حاجه في الوقت المناسب. الجنرال حتى لما خرج دلوقتي هو فاكر اللي هو المستفيد من الصفقه دي، بس هو غبي مش فاهم اللي هو دلوقتي خسران وهيندم قريب جدا. وحتى بالنسبه للبنت دي برغم اللي هي كانت جميله جدا تكون زوجة ليك، انت مراتك يا شياو هتكون احسن بكتير منها. وهو بيكون مستغرب ومش فاهم ازاي هو في اصلا اجمل من البنت دي على العموم خلاص مجرد حاجات ممكن نتكلم فيها بعدين. لكن بالنسبة لك انت دلوقتي فانت مهم بالنسبة لك اللي انت ترفع من قوتك، عشان انت اول ما تكون قوي كل حاجة تكون ملكك وهتنحني قدامك. والشاو بيقول في نفسه هو الجواز بالنسبة لجدي مجرد حاجة تافهة؟ طب يا جدي هو انت مش المفروض تقول لي اكتر شوية عن تاريخ عائلتنا؟ انت ابوك كان قوي جدا انما مات لسوء الحظ، هو اتقتل عن طريق حيلة تم اغتياله بيها. انما على العموم انت دلوقتي خلاص روحك اكتملت، وعشان كده انت محتاج دلوقتي بس اللي انت تزود من قوتك، وبعد كده ممكن اللي انا احكي لك اي حاجة انت عاوزها. طب قول لي ايه هي الطاقة الروحية؟ انت شفت القسم الصغيرة اللي البنت دي كانت بتستخدمها ضدك؟ القوة بتنقسم لأربع حاجات: الطاقة والروح والقلب والجسم، ولازم الأربعة دول يجتمعوا مع بعض عشان يدوك الطاقة الروحية اللي انت محتاجها. وبعد ما تقدر توصل لمستوى عالي بيظهر وشم الطاقة الروحية عليك جدي. والجد أول ما بيلف هو ده الوشم اللي انت بتتكلم عليه بتاع الطاقة الروحية، وأول ما بيشوفه بيتصدم بيقول ازاي لا ده مستحيل، انت ازاي قدرت اللي انت تجيبه؟ لا مش هينفع، لا اقول لك دلوقتي. طب تقول لي ايه؟ انت دلوقتي قوتك لسه مش كفايه، انا خايف ان انت لو عرفت دلوقتي تواجه شويه مشاكل ملهاش لازمه. اول ما تكون قوتك كفايه احكي لك كل حاجه. والشو بيقول في نفسه خلاص دلوقتي بعد ما استرجعت روح لطاقتي هقدر ان انا استكشف العالم ده وقوانينه وقوته براحتي، ولازم دلوقتي ان انا احقق تقدم سريع واركز على الزراعه وطاقتي الداخليه. وفي حد بيخبط على الباب بتاعهم وبيقول ايها الجد. والشياو بيروح وبيفتح الباب وبيقول مين؟ وبيقول هو انت مين؟ فالراجل بيقول له مش انت شوي؟ الجنرال بعت لك حبايه تقويه روح داخليه زائد 10,000 قطعه ذهبيه موجودين هنا، من فضلك خدهم. والشياو بيقول الجنرال فعلا وفى بالوعد بتاعه، وبيخش بالحاجه وبيقول له وريني كده حاجه دي. والجد بيقول فعلا الحبايه دي جودتها رائعه جدا ومن مستوى عالي. على العموم بلاش اللي انت تستخدمها دلوقتي. طب انا امتى استخدمها يا جدي؟ بعدين. الوشم اللي على كتفك دلوقتي هو المهم، هو قوي جدا، هو اصلا مصنف من اقوى 10 اوشام موجوده من اللي بيدوا الطاقه في المملكه كلها. انت دلوقتي لازم تطور من مستوى زراعتك حالا. انت لو استخدمت الوشم ده وفقدت السيطره ممكن في لحظه من غير ما تقصد اللي انت تتحرق وتتحول لقطعه من الرماد. والشياو بيقول يبقى علشان كده في جسمي اللي فات كان دايما جسمي بيحارب الوشم طول الوقت. انا اصلا كان فعلا شكلي اول ما اهتميت ال30 سنه كواحد عنده 100 سنه. والجد بيقول انا عندي طرق ممكن ان انا احللك بيها كل المشاكل اللي احنا قلناها دي، بس استنى عقبال ما يجي شهر مارس، ساعتها ممكن لو قدرت ان انت تتقن تقنية معينة الوشم ده يتبخر، وساعتها الموضوع مش هيكون بنفس الخطورة عليك. وعلى العموم الوقت دلوقتي متأخر، ممكن ان انت تروح وتستريح. حاضر يا جدي، بس انت برضه يا جدي محتاج ان انت تستريح شوية. وبيخش الأوضة وبيقول في نفسه بالنظر لجسمي اللي فات فانا ممكن اقول ان وشمي اللي فات كان عمال بيستنزف في روح جسمي بشكل كبير جدا، انما بعد ما جيت اشرح لي كتير عن الوشم ده قدرت ان انا افهم حاجات كتير، وممكن بالمعرفة والخبرة اللي عندي دي اللي انا كنت المرة دي قوي جدا. بس كان في تلميحات في كلام جدي اللي انا اعرف حد قوي جدا، هو مين ده وانا ليه لسه مش قادر اللي انا افتكره. وبيكون قاعد بيتأمل وفجأة بيسمع صوته بيقول هو ايه الصوت ده، وبيطلع لبره باقصى سرعته وبيقعد يندع على جده، وبيلاقي فجأة رسالة موجودة وبيبدأ اللي هو يقراها. شياو جدك عنده حاجة مهمة جدا لازم اللي هو يعملها دلوقتي، وعلشان كده مشيت ومش عاوزك اللي انت تقلق. كان في منافس ليا وكان قوي جدا وقدرت اللي انا اختمه لفترة مؤقتة، بس لازم دلوقتي اللي اروح واتعامل مع الموضوع ده. بس انت لازم اللي انت تزود من قوتك علشان تخليه تحت الملاحظة وتتحكم فيه لو انا ما قدرتش اللي انا ارجع، ولو ما رجعتش خلال 3 شهور ساعتها اعتمد على نفسك واعتبرني مت. انا سايب لك دوت قطعة من اليشم الابيض، وده يعتبر اسمن كنز موجود معانا، وهو اسمن حاجة سابها ابوك قبل ما يمشي، وهو ممكن يساعدك علشان توصل لرتبة عالية جدا. ده زائد اللي انا اخدت بالي اللي انت كويس جدا في استخدام تقنية كف، بس هي لسوء الحظ لسه مش كفاية علشان كان سبت لك تقنية جديدة، ودي مهارات شوان العكسية، وهي مهارات قوية جدا
جدا ممكن اللي هي تساعدك. يا ريت بس اللي انت دلوقتي تفهم معنى كل الكلام اللي انا قلته. احنا اصلا في الماضي كان عندنا املاك كتيرة جدا، بس كان في شخص هو كان السبب في كل حاجة تحصل وان كل الاملاك دي تضيع، وكان هو السبب الاساسي في تزعزع قوة روحك واللي هي ما تكونش مستقرة بالمنظر ده. بالرغم ان انت دلوقتي خفيت الا اللي انت تاخد شوية وقت عقبال ما توصل لقوتك الكاملة، ولازم علشان تقدر اللي انت تحافظ على العيلة بتاعتنا اللي انت تكون اقوى واقوى. وطول الفترة اللي انا هكون فيها مش موجود افتكر حاجة واحدة، اللي انت ما ينفعش ابدا اللي انت تدور عليا. وبيقفل الرسالة اخيرا وبيقول اخيرا خلصت قرايتها، ما فعلا طويلة اوي الرسالة دي. وبيبدأ اللي هو يحاول يختبر قوته، وبيبدأ فجأة اللي هو يحس بألم شديد جدا، وبيقول فعلا الموضوع ده مؤلم جدا، بس لازم اللي استوعب كل نقطة من القوة دي جوه جسمي. وبيبدأ اللي هو يجمع كل قوة، بيتعذب من الألم، وبيقول لا أنا لو كملت بالمستوى ده فأكيد هيحصل انفجار جوايا وهموت. فبيخرج طاقة على طول على الباب وبيدمر بيها الباب وكل حاجة قدامه، وبيقول لي أقل من نص قوة المهارة اللي أنا بتمرن عليها. أنا لازم اللي أنا أسرع جدا من قوة تطوري. صحيح ده دلوقتي وقت الأكاديمية، بس الباب بتاع البيت ما بقاش موجود، دي آخرة التخوف. وهو بيسيبه وبيطلع على الأكاديمية. في الغالب ما فيش حاجة مهمة في البيت عشان تتسرق. وهو ماشي في حد بيقول له شواي اقف هنا، وهو لما بيقف علشان يشوف مين بيلاقي نفس التلاتة متنمرين، وبيقول لهم انتوا فعلا ما تعرفوش هو الدرس بتاعكم. وبيجي واحد وبيقول له انت ازاي تتجرأ اللي انت تهاجم ابني، انا هقتلك دلوقتي. انما في حد بيمسك ايده وبيقول له ما ينفعش اللي احنا نقتله هنا، احنا قدام بوابة الأكاديمية، كفاية اللي احنا نكسر عظمه علشان لو قتلناه عقاب مش هيكون هين خالص. وبيكون ابو التلات اولاد اللي ضربهم التلاتة موجودين، وفي واحد بيزعق وبيقول له كله يقف هنا، وبيقول حاصروا كل الدخلاء اللي هنا دول. وفجأة في حراس كتير بيظهروا من حواليهم وبيحاصروهم. في واحد بيقول رحنا في داهية، ودول بيكونوا فريق تطبيق القانون اللي في الأكاديمية. وفي واحد من الأولياء الأمور بيقول احنا أولادنا التلاتة طلاب في الأكاديمية، والتلاتة تعرضوا للضرب من قبل الولد ده. واضح انها كمان لو تعرضت للضرب ومش قادر لا اجيب حقهم جايب ابويا هو اللي يجيبهولي واروح اعيط له. وده بيكون قائد فريق تنفيذ القانون في الأكاديمية. وكل الناس اللي بتكون واقفة بتتفرج بتقول كلنا عارفين ان الشاو هو اكتر واحد بيتعرض للتنمر والضرب في الأكاديمية دي. احنا اصلا مش مصدقين اللي هو قدر اللي هو يضرب التلاتة دول. وواحد بيقول الناس دول عمالين بيهزروا اكيد، وبيميل على قائد الحراس وبيقول له اللي هناك ده هو قائد السابع للحراس، وده هو قائد المجموعة الرابعة، وانا قائد المجموعة الخامسة. وبيجي واحد وبيقول انا نائب قائد المجموعة الرابعة، انما جدي الولد ده هو مجرد عامل زبالة في الأكاديمية. وواحد بيقول انت عارف اصلا الزملاء بيكونوا ازاي مع بعض وهزارهم العنيف. وقائد الحراس بيقول بصفتي قائد حراس تنفيذ القانون في الأكاديمية فانا وظيفتي اللي انا احرص ان القانون دايما يتطبق، وانتوا بكل رتبكم صفاتكم دول ما تهمونيش في حاجة. انتوا مش هنا على حدود بتدافعوا عن البلد، انتوا جيتوا هنا علشان تعملوا مشاكل. انا هبلغ الجنرال عشان يجي ويشوف حوار بتاعكم ده انتم التلاتة. وهم التلاتة اول ما بيسمعوا الاسم ده بيترعبوا. ايه يا عم استنى الكلام اخده وغطا. وواضح ان بيكون فعلا الراجل ده قوي جدا عشان يرعبوا هم التلاتة. وبيبدأوا اللي هم يحاولوا يلموا الدنيا وبيقولوا احنا جينا هنا بس علشان نشوف اولادنا ونشوف اللي اتنمر عليهم ونحاول نخوفه بس شوية. صح هو ده اللي حصل. فالقائد بيبص للشو بيقول له هو ده اللي حصل. فالشو بيقول له طبعا لا، هما اللي جم وقعدوا يقولوا لي اللي هما يقتلوني ويكسروا عظمي. وتقدر اللي انت تسمع الكلام ده من كتير من اللي كانوا واقفين هنا، وكل الناس بيقعدوا يقولوا ايوه هو ده اللي حصل. كانوا عمالين بيقولوا اللي هما يقتلوه دلوقتي. وواحد فيهم بيقول من فضلك ده غلط وما كانش لازم اللي احنا نعمل كده، ما كانش لازم اللي احنا نتكلم بالاسلوب ده معاك، من فضلك احنا اسفين سامحنا. وكلهم بيبداوا اللي هما ينحنوا له ويعتذروا له. فهو بيضحك وبيقول ان كنت خايف قوي منهم عشان ما كنتش عارف هيعملوا ايه فيا دلوقتي. وبيقول ده انا كنت هموت من الخوف بسببهم. وواحد منهم بيكون متعصب جدا وبيقول ده انا هرد لك كل اللي انت بتعمله ده بس استنى عليا. وواحد فيهم بينادي على الخادم بتاعه بيقول له روح بسرعه وهات 1000 عمله فضيه. وشياو بيتعصب وبيقول 1000 قطعه فضيه؟ هو انت فاكرني شحات هنا ولا ايه؟ انتوا لازم تدفعوا تعويض عن التنمر عليا.
وبيطلع وصولات الامان اللي هو كان مضيها للولاد. على الاقل لازم دلوقتي ان كل عيله فيكم تدفع 1,000,000 قطعه تعويض عن التنمر ده، زائد طبعا وصولات الامان اللي معايا. فالمبلغ كله هيبقى عباره عن 3,980,000 عمله قطعه فضيه. ففي ولد بيتعصب وبيقول هو المبلغ ده كله منين جه؟ مش كان اقل امبارح؟ فابو الولد بيقول له اخرس، وبيقول له احنا دلوقتي معناش فلوس كتيره جدا ممكن ان احنا نديها لك، ممكن اللي انت تخصم لنا 1,000,000. فالشيخ بيقول له ايوه طبعا، بس انا هاخدها على هيئة مثلا اكاسير، حبوب طاقة، كنوز روحية، حاجات كده يعني. ففي واحد بيطلع له ازازة وبيقول له في 9,000 حباية تقوية طاقة موجودين هنا، وتقريبا بيساوي حوالي 1,000,000 عملة فضية. والتاني بيطلع حباية برضه وبيقول انا معايا حباية من المستوى العالي جدا لتقوية الجسم. فالشيخ بيقول له لسه مش كفاية، فبيطلع خاتم وبيقول له ده خاتم بعدي عنده مساحة تخزين 5 أقدام، يعني 5 متر للي مش عارف قدم. والخاتم ده لوحده بيساوي بتاع 1,200,000 عملة فضية. تمام انا موافق. والتالت بيكون واقف ومش عارف يعمل ايه وما بيكونش عارف يديله ايه، فبيطلع حجر من معاه وبيقول انا معايا هنا حجر روحي. وفي واحد من اللي بيتفرجوا بيقول حجر روحي، وكل الناس بتقعد تقول ده كريم جدا، اللي هو يديله حجر روحي ده كنز لا يقدر بثمن. انما اول ما بيوريه للناس بيقولوا ده مجرد حجر ميت. والشياو بيقول في نفسه الحجر ده عمال بيتفاعل مع الخاتم بشكل غريب. وفي واحد بيقول الحجر ده ميت وما يساويش اي حاجه ومحدش هيقدر يستخدمه في حاجه او يستفاد بيه، ده حتى وهو ميت يساوي اكتر من الفلوس بكتير، انتوا بس اللي مش عارفين قيمته. فالشياو بياخده وبيقول انا هاخده وهوافق بيه. وكل الناس بتكون مظلومه ومش مقتنعه باللي هو عمله، وكل واحد بيطلع بطاقة كريستالية وبيقولوا احنا دلوقتي هندفع لك بالبطايق. والتلاتة بيحطوها جنب بعض والشو بيقول لهم تم استلام الفلوس واهلا بيكم في الاكاديميه وتعالوا في اي وقت لو كنتوا عايزين ان انتوا تشوفوني. وهم التلاتة بيمشوا وهم متعصبين جدا وبيكونوا مش هيطلعوا دخان، لا هم فعلا بيطلعوا الدخان، وبيقولوا له ما تخليناش ان احنا نشوف وشك ده تاني ابدا بره الاكاديميه. والشو بيروح لقائد وبيقول له شكرا ليك جدا على وجودك واللي انت وقفت جنبي. فهو بيقول له ولا شكر ولا حاجه، انت لو حصل لك اي حاجه في المستقبل ممكن اللي انت تيجي على طول على مكتبي، تمام؟ وانت لو احتجتني في اي حاجه فانا على طول هجيلك. وبيخش الاكاديميه اخيرا وقائد الحرس بيقول الولد ده مثير للاهتمام. والشياو بيبدا اللي هو يطلع سلالم طويله عقبال ما بيقدر اللي هو يوصل للمكتبه بتاعه الاكاديميه. وبيكون في واحد قاعد والشياو بيروح يقول له اهلا من فضلك كنت عاوز ان انا اروح للمكتبه بتاعه الاكاديميه. فالراجل بيقول له علشان تقدر اللي انت تخش روح لهناك ودخل البطاقه بتاعتك. وهو بيروح وبيقول انا حتى لحد دلوقتي لسه ما دخلتش المكتبه عايز اللي انا اشوفها قوي. وبيدخل البطاقه بتاعته وتظهر كل بياناته، الاسم والصف واسم المدرس والعملات بتاعته، وبيكون باين اللي هو معاه 100 عمله وبعد استخدام البطاقه بقى معاه 90 عمله، 10 عملات عشان يخش المكتبه كتير قوي. وبيخش المكتبه اخيرا وبيبدا اللي هو يتمشى فيها وبيقول دي فعلا مكتبه عملاقه جدا، يا ترى ابدا منين؟ انما فجاه بياخد باله من حاجه وبيقول هو فعلا في حد ممكن اللي هو يكتب على اليشم الابيض بصوابعه. وبيخش على رف وبيقول يا ترى اختار انهي كتاب فيهم. واول ما بيسحب كتاب في واحده بتقول انا لو كنت مكانك كنت بدلت الكتاب ده بتمارين قوه الجسد بقوه الروح. وبتديله كتاب وهو بيكون مستغرب ومش فاهم مال كتاب قوه الجسد اللي هو اختاره. فهي بتقول له كتابك نفسه مفهوش اي مشكله، انما الثقه لطاقه ده وسيله قديمه جدا، ان ما كانش فيه تنافس ما بين البني ادمين زمان وعشان كده كانوا بيسقلوا الطاقه واللي طاقته اعلى بيكون هو الكسبان، انما ده خلاص اختفى دلوقتي في العصر ده. فالاحسن ان انت دلوقتي تختار كتاب يساعدك على تقويه الروح. طب وانا مش هيكون احسن ان انا اقوي جسمي المادي الاول؟ فهي بتقول له بلاش اللي انت تكون طماع، مستحيل اللي انت تحقق حاجه كبيره عن طريق نوع واحد من التدريب، لازم اللي انت تتدرب على اكتر من حاجه. فاحسن لك كمان اللي انت تاخد واحده من حبوب تقويه الجسم، ده هيكون احسن لك وهيسرع من تطورك. شكرا ليكي على اللي انت بتهتم بيا. فهي بتقاطعه وبتقول له مجنون وبتمشي وهي متعصبه. وقبل ما بتمشي بتقول له لو انت عايز اللي انت تطور من جسمك احسن لك اللي انت تجرب ده. وفجاه في حاجه بتترمي عليه وهو بيقدر اللي هو يمسكها وبتقول له دي مجموعه من المهارات ممكن ان انت تتعلمها. وهو بيقول في حاجه غريبه في الورقه دي، في كلمات وحاجات غريبه محفوره في الورقه دي، انا مش فاهم حاجات كتير من الورقه دي او حتى مش قادر اللي انا اقراه، بس اقدر اللي انا اتعامل، الموضوع مش هيشكل لي ازمه.
وبيقول في نفسه واضح ان في حاجة غريبة بتحصل، حتى لو هي عايزة تساعدني بطريقة غريبة الموضوع ده مش هيفرق معايا، اهم حاجة ان انا اعرف كتير من فنون الدفاع عن النفس واقدر ان انا افهم طرق كتير بيتحارب بيها. وبيخرج من المكتبة وبيمشي، وفجأة بيلاقي نفسه اللي هو متحاصر، وبيقول له احسن لك اللي انت تقف عندك، وانتوا عاوزين ايه؟ في حد بيقول له احسن لك تبطل الالعاب اللي انت بتعملها دي. هو انت تقصد ايه؟ احسن لك اللي انت تفهم بسرعة شوية، احنا عايزين الورقة اللي بدتها لك. يا اصحابي انتوا فاهمين غلط، انت بتتجرأ اللي انت تنادينا لاصحابك؟ انت لو ما سلمتنيش الورقة دلوقتي فانت هتكون ميت. احنا هنا دلوقتي في عالم الاكاديمية، عالم الاقوياء، طالما انت ما متش فما حدش هيسأل او يهتم بيك. سلم لنا الورق حالا، وبعد كده اركع على ركبك وتوسل لنا بالرحمة. فهو بيتوب بيقول لهم خلاص زي ما انتوا قلتوا، طالما مش هقتل حد يبقى ما حدش هيسأل ومش هتحصل لي مشاكل. خلاص واضح ان انت فعلا عايز تموت. التعامل مع زبالة المدرسة ده هيكون مجال خبرتي. وفي لحظة بيكون قدام واحد فيهم، وواحد بيقول اقتله بسرعة، وكلهم بيهجموا عليه. انما في لحظة بيكون هنا وهناك وعمال بيطوح فيهم الضرب من غير ما حد يقدر اللي هو يشوفه، وضربة من يمين وضربة من الشمال، وهو بيقدر اللي هو يصد كل الضربات اللي بتيجي عليه. لا ومش بس كده، بيقدر كمان اللي هو يرد لهم الضربات ويكسر عظمهم. صحيح هو انا نسيت، هو انا ينفع ان انا اكسر عظمكم؟ اصلا محتاج ان أنا استاذنكم. انما فجأة بيلمح حاجة بعينه، وبيكون ولد عنده قوة عملاقة، وبيقول انت ازاي تتجرأ ان انت تقعد تضرب كده وتضرب اصحابي؟ انا هقتلك حالا. وفي واحد فيهم بيهاجم عليه وبينط في الهواء وبيدوس على واحد من اصحابه بيلزقه في الارض، وبيبدا اللي هو يحضر هجمه قويه جدا اسمها الذئب الاحمر. وساعتها الشاو بيقول في نفسه زي ما انا كنت متوقع، فنون الدفاع عن النفس اللي هنا هي مجرد مزيج بين فنون القتال والروح، وبيضيفوا عليها قوة تعزيز الجسم، وده اللي بيديلهم القوة. وفي اللحظة دي ولد بيهجم عليه، انما هو بيقدر اللي هو يمسك ايده، وبايده تانية بيجهز هجمة، وبيقول طالما ده كل اللي انت تقدر اللي انت تعمله يبقى احسن لك اللي انت تموت. انما الصدمة اللي هو بيضرب ايده هو، وبيطلع اللي هو بيعززها بالطاقة، وبيخلي اللي قدامه يطير وبيكسر عظم ايده. والولد بيقول لا ده مستحيل اللي هو يكون انسان، ده اكيد مجرد شيطان. وبيقول له انت بس كنت محظوظ النهارده، احنا اكيد هنرجع لك تاني. وهو بيمشي هو وشويه من اللي معاه، وشاو بيقول هو في اي حد تاني عاوز اللي هو يقاتلني؟ وكل البقيه بيكونوا مرعوبين وبيطلعوا يجروا باقصى سرعتهم. وشاو بيقول هم تقريبا نسيوا وده، وبيروح وبيبدا يحاول اللي هو يفوقه، وبيلاقيه مغمى عليه. خلاص مش مهم، المهم دلوقتي اللي انا لازم ابدا في تعزيز القوه بتاعتي واللي انا احسنها. وبيسيبه وبيمشي. انما فجاه بيظهر حد من دخان، وبيكون عجوز، وبيقول الولد ابو هدوم زرقاء ده كان قاسي جدا عليهم في المعركة. وبينده بأعلى صوته وبيقول أنا هسيب لك موضوع الولد ده ليك أنت. وفي حد تاني بيقول له تمام، أنا كده بدور على تلميذ كويس يكون البذرة بتاعتي. وبيتحرك من مكانه. وبعد كده بنطلع لفوق جبل، وبيكون شاو قاعد هناك بيتأمل، وبيقول أسلوب تدريب البنت اللي اديتهولي ده بيهدف لتقوية العظم والعضلات، بس ده بيخليني استخدم قوة السماء والأرض الاتنين مع بعض كبس حاجة علشان تساعدني في الصقر. والطريقة دي بتخليني ان انا اصلب جسمي من بره لجوه. انا فعلا ممكن ان انا اعتمد على فن القتال اللي اديتهولي ده، بس هو مش كامل. واضح ان انا لازم اروح لها تاني وابدا ان اتوسل لها علشان تديني بقيه الفن ده. بس عموما دلوقتي مش محتاج حاجه الا ان انا ابدا في التدريب. وبيبدا اللي هو يتامل، وفي طاقه بتخرج من كل حاجه، وهو بيبدا يقدر اللي هو يحس بيها. وبتعدي 3 ايام وهو مكانه، وفجاه بيفتح عينه وبيقول انا كنت متعود ان انا استحمل لمده 3 شهور، انما غريبا انا دلوقتي حاسس بالجوع بعد 3 ايام بس. واضح ان التمرين ده هيكون فعلا صعب جدا، بس هو كويس ان اخدت 3 ايام بس عقبال ما قدرت اوصل للمستوى ال30. واضح ان كل لتر من الطاقه اللي انا بحطها في جسمي بياخد 3 اضعاف وزنه. بالمعدل ده انا ممكن اخد سنه او 2 عشان يكون فيه نجاح كبير، بس انا ما عنديش سنه او سنتين اضيعهم هنا. خلاص عموما مش مهم دلوقتي، اهم حاجه ان انا اقوم اجيب اي اكل عشان جعان. ولسه بيقوم ان لما فجاه في حد بيظهر قدامه، والشاو بيقول له هو انت مين؟ وبيقول في نفسه انا حتى مش قادر ان انا اعرف مدى قوه الراجل اللي قدامي ده اكيد مش شخص عادي. والراجل بيقول في 3 ايام بس انت قدرت ان انت تطلع 30 مستوى، انت فعلا هتكون تلميذ كويس جدا. يعني انت كنت عمال بتراقبني لمده 3 ايام، تحب ان انت تكون تلميذي؟ هو انت اصلا مين؟ انا جيان، واحد من شيوخ الاكاديميه ال7، وانا كان عندي صديقه دير وكنا عمالين بنقاتل بعض لسنوات طويله.
طويلة، وحددنا ميعاد عشان نقاتل بعض تاني ونعمل منافسة كبيرة ما بيننا بعد 5 سنين، وانا عاوزك اللي انت تكون تلميذي وتشهد على كل ده. فالشيخ بيقول له طب شكرا جدا، مش عايز دلوقتي معلمين. فالشيخ بيتصدم وبيقول له انا الوحيد اللي بمارس فنون الدفاع عن النفس ما بين الشيوخ ال7 التانيين، ما حدش ممكن اللي هو يكون معلم ليك احسن مني من الشيوخ ال7. احسن لك اللي انت تفكر في الموضوع ده تاني. طب هو انت احسن واحد؟ ايوه اكيد، وانت لو وافقت اللي انت تكون تلميذي فانا ممكن ان انا اعلمك تدريبات جديدة ومهارات جديدة تساعدك من رتب جديدة انت ما دخلتهاش لسه. هي ايه الرتب دي؟ فالشيخ بيقول له هو انت اصلا من انهي فصل؟ انت ما تعرفش اي حاجة، تعال وانا هشرح لك الموضوع. بالرغم ان في الاف المهارات الا اللي احنا بنقسمهم على حسب قوتهم ل4 تصنيفات: السما والارض وشوان، واقل رتبة هي رتبة هاو، وكل مرحلة فيهم فيها 3 مراحل سنوية: عالي ومتوسط ومنخفض. ومرحلة شوية هي مرحلة كويسة ولكن ضعيفة شوية. والشياو بيقول واضح ان المهارات اللي هو يعلمها هتكون فعلا قوية جدا. انا عارف ان انت اكيد هتكون متحمس علشان تكون تلميذي واعلمك مهارات قوية جدا، لان انا عارف مهارة قوية جدا. لحظة واحدة، معنى اللي انت عارف مهارة قوية جدا محدش يعرفها اللي هي تكون صعبة برضو جدا، وانا حاسس ان حتى التلاميذ الكبار مش هيكونوا عارفوها. والشيخ بيبدأ اللي هو يضحك ويقول له واضح اللي انت فعلا ذكي، مع ان انت لسه مش قوي الا اللي انا عجبت بيه. انت هتكون تلميذي وتقدر اللي انت تكسب المنافسة اللي انا فيها، المنافسة اللي متفق عليها من 5 سنوات لازم اللي انت تكسبها. لحظة واحدة، بعد ما اتفقنا بخصوص موضوع ال5 سنوات، انت ما تقدرش اللي انت تجبرني على حاجة صح؟ لا ما تخافش، مش هجبرك على حاجة. انما بخصوص موضوع اتفاقية ال5 سنوات دي فانا هقدر اللي اقويك بيها جدا، عشان انا لازم اللي افوز بالمعركة دي تحت اي ظرف. بس انا برضو ممكن اللي انا مكسبش، وعلشان كده لازم اللي يكون عندي تلميذ قوي زيك واللي يثبت اللي انت موهوب. اللي انا لما وصلت المرحلة 30 الموضوع اخد معايا 2 سنين، ولما دربت واحد اخد معاه الموضوع 7 شهور، وانت قدرت اللي انت توصل لها في 3 ايام. انا اصلا عمري ما كنت هصدق الموضوع ده لو ما كنتش شفت بعيني. والشيخ بيكون مصدوم وبيقول في نفسه وانا كويس جدا كان اصلا ما كنتش عارف ده، وعشان الاسباب دي لازم اللي انت تكون تلميذي وتفوز بالمنافسه دي. طب هو احنا معانا وقت قد ايه؟ احنا معانا حوالي نص سنه. انا دلوقتي في المستوى ال30، نص سنه استحاله اللي هي تكفيني. فعلا نص سنه دي مستحيل اللي هي تكفيك، ده لو انت كنت لوحدك. بس طول ما انا جنبك وبساعدك فمع موهبتك ومع مساعدتي ليك في النص سنه دي هتكفيك بزياده جدا، وهتقدر ان انت تتفوق على قوه التلميذ اللي فات، لان التمارين اللي هدربها لك هتقدر اللي هي تقويك بسرعه كبيره جدا. ده زائد ان المهاره اللي انت بتمر عليها قويه جدا تقريبا ما شفتهاش قبل كده. والشيخ بيتصدم وبيقول في نفسه هي ازاي البنت دي ممكن ليه تديني مهاره حتى الشيوخ ما شافوش زيها قبل كده وبيعترفوا بقوتها. والشيخ بيقول له خلاص انا موافق، انت لو قدرت ان انت توصلني لمستوى الشيخ في خلال نص سنه فانا هروح معاك للمعركه بتاعتك. تمام وانا موافق. وبيسلموا على بعض. والشيخ بيقول في نفسه خلاص يا جدا هحقق حلمك وهكون بالقوة اللي انت عاوزها قريب. حلو جدا، خلاص طالما انت بقيت تلميذي فانا هديك دلوقتي 3 هدايا. وبيروح المكان حلو قوي، وبيقول له المكان ده هو تقريبا احسن مكان في جبل الأكاديمية، وفي اسطورة بتقول ان لما الجبل يوصل لقمة طاقته في تنين بيجي للبحيرة دي علشان يتدرب. طب هو ليه ما فيش اي حد بيجي هنا عشان يتمرن؟ علشان احنا هنا في مركز دائرة قطرها 10 ميل، واي حد بيجي اللي هنا يا اما بيتصاب يا اما بيموت. المكان ده شبه محرم على البني ادمين العاديين. المكان ده هو هديتي الاولى ليك. البحيرة دي ممكن اللي هي تخلي المتدرب يتضرب بنص طاقته بس، وتسرع من معدل تطورهم بنسبة 50% للعضلات والعظم. والشيخ بيقول برغم من البحيرة دي باردة شوية الا ان قوة جسمي اللي في مستوى ال30 هتقدر لا تستحمل البرودة دي. وبيقلع هدومه وبينط في البحيرة، وفجأة بيشوف اللي ما كانش متوقعه، وبيلاقي التنين بيبص عليه وهو بيترعب اول ما بيشوفه بيطلع جاري من البحيرة، وبيقول يا معلم يا معلم، وبيمسك في دقنه وبيطلع. والشيخ بيحكي له اللي شافه. فالمعلم بيقول له تنين؟ هو فين التنين ده يا ولد؟ وهما الاتنين بيقعدوا يبصوا على البحيرة. والشيخ بيقول في نفسه
هو انا كنت بتوهم ولا ايه؟ فبيقوم العجوز ماسكه وبيقول له انا عارفك يا طفل، انت مش عايز تنزل عشان الميه بارده شويه، وبيرميه في الميه وبيقول له انزل هنا وما تطلعش، الفرصه اللي انت فيها دلوقتي في غيرك بيتمنوها. والشيو بيقول في نفسه فعلا البحيره دي بتديك شعور رائع جدا، ممكن اللي انا فعلا كنت بتوهم، احسن اللي انا اركز دلوقتي على التمرين بتاعي. وهو بيبدا اللي هو يتمرن وبيقول فعلا انا بتمرن بسهوله كبيره جدا، بالبحيره دي انا ممكن اوصل لمرحله شويه بسرعه جدا، والموضوع مش هيكون صعب خالص. وفجاه بيشوف حاجه وبيكون التنين طالع عليه وهو بيترعب، وبيقول لا ما كانش وهم، انما ايده بتخترقه، وبيقول لا ده فعلا مجرد وهم، الوهم ده كله جاي من عقلي، بس ده عامل زي حقيقه قوي، بس مش عارف انا ليه حاسس ان أنا شفت التنين ده قبل كده، هو شبه جدا حجر الروح الميت اللي انا اخدته، هو معقول ان انا قادر اشوفه بس بفضل حجر الروح اللي انا اخدته؟ وفجأة في كورة بتبدأ اللي هي تتصدع وتتكسر، وفي اللحظة دي البحيرة بيخرج منها انفجار كبير جدا، والعجوز بيكون فرحان وبيقول الولد ده فعلا بيتقدم بسرعة، انا كنت عارف ان الولد ده موهوب، اختياري مغلطش. وبنروح بعد كده عند الأكاديمية عند البنت اللي اديته ورقة، وبتكون قاعدة وفجأة بتقول في حاجة اتحركت من ساعة ما شاو بدأ يتدرب على الفنون القتالية اللي اديتها له، والبوصلة دي عمالة بتتحرك كل شوية، بس دي فعلا أول مرة البوصلة تستجيب بالمنظر ده. وفجأة البوصلة بتنطفي تاني وبتقع، بس هي بتلحقها وبتقول أنا لسه مش قادر لحد دلوقتي اللي أنا أحدد المكان بالظبط، أنا من ساعة ما انضممت للأكاديمية دي من سنة، ودي أول مرة أشوف البوصلة بتتحرك. واضح إن أسطورة إن في كنز سحري موجود في الأكاديمية هنا حقيقة، وهقدر اللي أنا أوصل له قريب، وحتى لو شياو اتمرن على المهارة وقدر اللي هو يتقنها اللي أنا مديها له، فهتفضل ناقصة لأني ما اديتهالوش وهي كاملة، ومش هيقدر أبدا لو يتقنها بنسبة 100%. عموما أنا مش مهتمة بيه، ومش عارفة لو هنتقابل أصلا مرة كمان. وبنرجع للبحيرة والعجوز بيبقى عامل على نفسه درع من الطاقة عشان ما يتبلش، وبيقول ده عدى 17 يوم من ساعة ما هو دخل البحيرة. انا بجد مش مصدق الولد ده قدر اللي هو يوصل للمرحلة السادسة في وقت قصير قوي، انا عمري ما شفت موهبة زي كده قبل كده. والشياو بيكون تحت المية وبيحصل تاني انفجار كبير وبيطلع منه عدد كبير من التنانين المائية، والشيخ بيقول دي قوة غير طبيعية قدرت اللي هي تنزل للعالم ده، نزلت جوه الولد ده. والشياو اخيرا بيخرج من المية وبيقول انا حاسس بقوة كبيرة جدا في جسمي، والشيخ اول ما بيشوفه بيقول له انت قوتك دلوقتي بقت قد الجبل، انت قدرت دلوقتي كمان توصل للمرحلة السابعة مع انك كنت دخلت البحيرة وانت في المرحلة التالتة، انت دلوقتي حاسس ان الهوا نفسه اللي حواليك بقى اقوى بكتير مش كده، وقادر ان انت تتحكم بالطاقة اللي في الهوا. ايوه فعلا انا حاسس بده، ايوه انت بقى في قوة عملاقة دلوقتي جواك، دي هي قوة صقل الجسد بالنسبة لقوة الهوا. بعد ما قدرت ان انت تجمع قوة من السماء والارض، فقوة الهوا بدأت اللي هي تتحول لتشيبي يخش جوه جسمك بشكل تلقائي، القوة دي بقت قادرة اللي هي تخش جسمك وتزيد جدا من كل معدلاتك، ودي عاملة زي قوة جديدة في جسمك تقدر اللي انت تستخدمها، وهي قوة نقية جدا علشان جاية من الهواء. والشيو بيقول طب انا كده هيحصل صراع ما بين جسمي ما بين القوتين دول، قوة جسمي وقوة الهواء. بص هو انا مش عارف، انما في العصور الوسطى اول ما ظهرت لأول مرة طريقة صقل الهواء دي، كان في عدد كبير من الناس راحوا على طول وبدأوا اللي هم يتدربوا عليها، ومع اني بطلت اللي انا اسمع عنهم اي حاجة، ففي الغالب في شوية أعراض جانبية ممكن اللي هي تظهر، وعلشان كده انت لازم اللي انت تختار طريقة واحدة من الاتنين دول وتتدرب بيها طول عمرك. طب تمام أنا ممكن افكر في الموضوع. والعجوز بيكون فرحان وبيقول انا عمري ما شفت حد بموهبتك من آلاف السنين، انت لو فضلت بالتدريب البدني فانت اكيد هتكون اقوى مني في المستقبل. وشيو بيقول في نفسه انا بعد ما اتدرب شوية كمان مش هيكون في لازمة للتدريب الجسدي. والشيخ بيقول له على العموم انت هتعرف قريب فوائد صقل الجسم، دلوقتي انت ممكن اللي انت ترجع للأكاديمية، انا هبقى ادي لك هديتك التانية بعد كام يوم، وهديتك التالتة هديها لك اول ما توصل لطبقة العشرة من صقل الجسم. بالمناسبة لو حصلت لك اي مشكلة تعالي لي على طول، ما حدش خلاص ينفع اللي هو يجر اللي هو يضايقك وانت عندي. شكرا ليك يا شيخ علشان انت بتهتم بيا، بس انا همشي دلوقتي. وهو بيكون مشي والعجوز بيقول له سلام. بس صحيح انت ممكن اللي انت تيجي لهنا علشان تتدرب في اي وقت، بالرغم ان تأثير
الحر عليك هيبدأ اللي هو يقل بشكل تدريجي، بس هيكون برضه احسن من ولا حاجة. وشياو بيبدأ اللي هو يجري ويقول انا بقالي هنا اكتر من 10 ايام على الجبل ده، مش عايز ان يكون وقت التسجيل فاتني. وبنشوف مشرف الاختبار وهو بيكون واقف وعمال بيدرب تلاميذ، ومدرس الفصل الرابع بيجي تاني وبيقول عدى كذا يوم وانا لحد دلوقتي ما شفتش اي حد من طلاب فصلك عمل اي انجاز. انا مدرس للفصل تالت وطلابي مش تحت امرتك وانت ملكش تحكم فيهم، وانت اصلا على طول بتيجي وبتجيب معاك كتير من طلاب الفصل الرابع علشان يعملوا قتال مع بعض. انا عموما ما عنديش مانع في اللعب معاك، بس في الغالب انت مشغول دلوقتي عشان مفروض تروح وتسجل في مكتب فنون الأكاديمية. طب هو شياو فينا؟ ما شفتوش عشان يجي يسجل في الأكاديمية. ففي ولد بيتكلم وبيقول، وبيكون اسم الولد دي، وبيقول يا معلم انا ما كنتش موجود زمان وعشان كده عاوزك اللي انت تنصحني. ومدرس الفصل الرابع بيقول ده هو الأول على الفصل الرابع وهو ساب تدريبه النهارده علشان يجي ويقاتل شياو، فأحسن لك اللي انت تجيبه لنا بسرعة. فساعتها المشرف بيتعصب ودي بيبدأ اللي هو يعلي صوته ويقول شياو تعالى لهنا. فبيجي طالب وبيقول شياو ما جاش لهنا النهارده، انا اسمي ليو، تعالى وقاتلني بداله. ودي بيترعب وبيقول في نفسه هو مش ده الاول على الفصل الثالث، انا اكيد مش مدي ليو. بيقول له الشخص اللي انا عاوز اللي انا اتحداه هو شياو مش انت، لو هو ما كانش عنده الجراءة علشان يجي ويشوفني فقولوا لي علشان امشي. والمدرس بيقول ليو انت ما تقدرش اللي انت تدافع عن طلاب تانيين، مش من حقك الا اللي انت تمثل نفسك، واحسن لك اللي انت تفتكر انت لسه عيلتك فقيرة، فبلاش اللي انت تقعد تدور على المشاكل، علشان انت لو عملت حاجة كبيرة واتطردت من الأكاديمية عيلتك الفقيرة مش هتقدر اللي هي تساعدك. وفجأة في حد بيحط ايده على ظهره وبيقول انا ما كنتش متوقع يا مدرس الفصل الرابع اللي انت هتهدد التلميذ هنا بعيلته متجاهل كل قوانين الأكاديمية موجودة. والولد بيتخض لما بيلف علشان يشوف مين بيلاقيه شياو، وبيكون اخيرا وصل. وبيقول لليو اوعى اللي انت تتراجع النهارده، انت لو تراجعت النهارده فشجاعتك وكرامتك اللي هتخسرهم عمرهم ما هيجوا تاني. والمعلم بيكون فرحان وفيه تلميذ بيقول شياو اخيرا رجع. ومعلم الفصل الرابع بيقول اخيرا وصل. ودي بيترعب وبيقول هو ده شاو. ومشرف الاختبار بيقول هو غاب بس كام يوم مع ذلك كان حاسس بفرق كبير جدا في قوته. وشاو بيقول انت احسن واحد في الصف الثالث في القسم الخارجي فاياك اللي انت تخاف. والمشرف بيقول له انت لو احتجت اي حاجة في اي وقت فكل الطلاب هنا هيقدروا اللي هم يساعدوك. وكل الطلاب بيقولوا ايوه انت لو عايز اللي انت تنمر على اي حد فينا فانت كده بتنمر علينا كلنا، احنا كلنا هنا ايد واحدة. ولو بيقول ايوه فعلا انا واحد من الفصل الثالث، وتحدي ليو يعتبر تحدي للفصل الثالث كله. وبيلف وبيقول له اي حد هنا يتجرأ اللي هو يتحدى الفصل الثالث فلازم يعدي مننا الاول. ومدرس الفصل الرابع بيقول انتوا مجرد اطفال بتفكروا بشكل غلط، وعلى العموم يا شاو طالما انت هنا فتعالى دلوقتي وقاتل. وطلاب الفصل الرابع كلهم بيقعدوا يقولوا ايوه لو انت راجل يلا قاتل. والشاو بيتحرك وبيقول بعد كل ده لو انا ما قاتلتش هكون في موقف محرج. والمعلم بيبدا اللي هو يزق دي ويقول له يلا بقى روح. ودي بيكون مرعوب وبيقول هو انت شاو؟ فالمعلم بيقول له ايوه هو ده شاو، يلا بقى وريه قوتك. والشاو بيقول انا ليه حاسس ان انا شفتك قبل كده. والطلاب بيقولوا يلا يا دي كسر له عظمه. وهو بيقول في نفسه خلاص بقى خلاص هتودوني في داهيه. والشاو بيقول ايوه صح دلوقتي افتكرت انت كنت في المكتبه في اليوم ده. ودي على طول بيقول انا بطني وجعني وانا لازم اروح للحمام حالا. وبيطلع يجري من نصهم وبيقول انا اكيد اكلت حاجه بايظه فلازم ان انا اتحرك دلوقتي. وبيتحرك باقصى سرعته. والشاو بيقول ده طلع واحد من اللي انا ضربتهم في المكتبه من كام يوم. فالشاو بيقوم ضارب الارض برجله مكسرها وبيقول انا عارف ازاي اوقف اللي عايز يهرب. وبيشوط حجر بقوه كبيره جدا بيجي في رجله وبيقع على الارض، وكل العيال بتكون قاعده بتتريق عليه. والمعلم بيقول له هو انت بتعمل ايه ما تقوم يلا وتقاتل. وشاو بيقول له تعالى لي يا حبيبي مش انت كنت قوي من شويه وريني القوه دي. ودي بيقول في نفسه انك دلوقتي في مشكله كبيره جدا مش عايز الله تضرب تاني بالعنف ده. وفجاه بتجيله فكره وبيقول صحيح المكتبه. وبيزعق وبيقول احسن لك يا شاو ان انت ما تقربليش يا اما هقول لكل الناس اللي انت على علاقه بيون، انا شفتك بعناية وانت في المكتبه وهي بتدي لك جواب غرامي. وشاو ما بيكونش فاهم اللي بيقوله، كل التلاميذ بيكونوا في حاله صدمه وبيقولوا لا طبعا لا ده مستحيل ان الكلام ده يكون حقيقه. لا حقيقه هما الاتنين على علاقه. والشاو بيكون في اللحظه قدامه وبيقول له قول لي دلوقتي اللي انت قلت بصوت عالي. وهو بيكون مرعوب. والشاو بينزل فيه ضرب وعج
انا اوريك ازاي تنشر عليا الاشاعات. وبينزل داك فيه قصاد كل العيال وما بيكونش رحمه، وهو بيقعد يقول له وقف ارجوك كفايه انا بستسلم. ومدرس الفصل الرابع بيتعصب وبيمشي وبيقول اللي انتوا بتعملوه ده مجرد عار عليكم، كله يمشي من هنا ويتفرق. وكلهم بيبداوا اللي هم يمشوا ورا المعلم بتاعهم. والشيخ بيقول فعلا الولد ده غلبان، سواء كان ذكائه او قوته فالاتنين ضعيفين. فالمشرف بيجي وبيقول له شغل كويس جدا يا شاو، انا فعلا فخور بيك، انت تطورك فعلا سريع جدا يا شاو. صحيح انا سجلت اسمك في الاختبارات الداخليه للاكاديميه السنه دي، بجد شكرا جدا ليك يا معلم. انا كنت هنساه وكنت خايف جدا لا يفوتني ميعاد الاشتراك. لا ما تقلقش، انت هتقدر ان انت توصل للقسم الداخلي بقوتك دي. وللي مش فاهم للتوضيح، الاكاديميه دي عباره عن قسمين، داخلي وخارجي، وهو دلوقتي في القسم الخارجي، وعشان نروح للقسم الداخلي بنحتاج اللي هو يعدي باختبار. نكمل ومعلم بيقول له الموضوع كله مش مشكله، انت كل اللي محتاجه هو 1000 عمله علشان التسجيل. وساعتها شيو وشه بيجيب الوان وبيفتكر اللي هو معهوش الا 90 عمله. فالمعلم بيقول له ايه، هو انت عندك مشكله؟ لا لا ما عنديش، اكيد لها هلاقي حل، انا لسه قدامي 3 شهور وهقدر ان انا الاقي حل في الفتره دي. فالمشرف بيقول له انا ما عنديش عموم حاجه ممكن اللي انا اعلمها لك في فنون الدفاع عن النفس، بس انت لازم اللي انت تتصرف في ال1000 عمله خلال ال3 شهور الجايين، ولو ما قدرتش اللي انت تجيبهم يبقى تعالى لي ساعتها مره كمان. واليو بيروح وبيقول له برغم ان 3 شهور دي فتره قصيره نسبيا، بس في مهمات كتيره جدا موجوده في القاعه ممكن اللي هي تجيب لك مئات العملات مره واحده، وانت بس لو كنت محظوظ شويه فهتقدر اللي انت تنجح وتجمعهم بسهوله. شكرا جدا ليك اللي انت فكرتني. طب ما تقول لي ايه حوار بقى يون ده؟ لا لا ما تخافش، دي مجرد اشاعه يا عم، حتى لو مش اشاعه ما تخافش انا مش هاخدها منه، يلا يا عم الله يسهل له، ما تخافش دي مجرد اشاعه بس بتنتشر بسرعه، سيبك منها. والعيال بتبدا اللي هي تبص له بصات غريبه، وهو بيقول في نفسه واضح ان بسبب الاشاعه دي الطلاب بتوع الاكاديميه هيبداوا اللي هم يكرهوني. وبيروح قدام القاعه، بيكون قدامها في بياعين كتار جدا. قرب يا بيه قرب يا هانم، بنبيع برخص الاسعار وبسعر الجمله. وبيكونوا قلبينها سوق وهو بيخش القاعه وبيتصدم من اللي بيشوفه، بيكون مكان كبير قوي. وبيقول البطاقات الموجوده جوه العاصفه دي هي بطاقات المهمات، وواضح ان انا لازم انط جوه العاصفه علشان اقدر ان انا اجيبها بنفسي. الموضوع ده مش هيكون صعب. وفي واحد بيجيب بطاقه وبيقدر اللي هو يخرج من العاصفه، وبيقول 30 عمله عشان المهمه دي. وهو بعد ما بياخدها بيجي يجري بسرعه. والشيو بيقول واضح ان لازم بعد ما اجيب المهمه اوديها بسرعه للسجل. وفي فجاه كوره بتطلع من العاصفه وبتظهر مهمه ب 300 عمله. والشيو بيقول دي ب 300 عمله لازم اللي انا اجيبها حالا، وبينط علشان ياخدها انما بيتشفط من العاصفه. بيقول هو ايه اللي بيحصل ده، عاصفه بتمتص كتير من قوتي. وفي فجاه رجل بتتحط عليه وبيقول له معلش بقى سامحني، وبيستخدمه علشان يحاول اللي هو يجيب بطاقه. فالشيو بيبدا اللي هو يستخدم ايده وبيبعد عنه الراجل، فالراجل بيقوم ضربه برجله. فالشيو على طول بيحرك ايده وبيمسك في رجله وبيطيره من المكان وبيجيب المهمه. وبيخرج من العاصفه وبيطلع يجي وبيقول معلش بقى يا صاحبي بس انا محتاج جدا العملات دي. وفي راجل بيوقفه وبيقول له استنى هنا وسلمني بسرعه المهمه بتاعتك. والشيو بيقول في نفسه الراجل ده اقوى بكتير من اللي حاول يسرق مني المهمه في العاصفه. والشيو بيقول هي مش قواعد المكان ده اللي انت تحصل على مهمتك بنفسك؟ فالراجل بيقول له القوه هي اللي بتعمل القواعد، فاحسن لك اللي انت تسلمني المهمه دي بدل ما تتضرب. انت كل ما قدرت اللي انت تجيب عملات اكتر وكل ما قدرت اللي انت تتطور بسرعه اكبر، علشان كل الموارد والحاجات اللي انت محتاجها علشان تطور بتتجاب بالعملات. فانت احسن لك اللي انت تسلمني المهمه دي بسرعه بدل ما نسبه تعرضك للضرب تزيد. والشيو بيبدا اللي هو يجهز ايديه، واللي قدامه كمان بيبدا اللي هو يجهز للقتال بتاعهم. وفجاه في حد بيقول مفيش لازمه للقتال، يو سيب المهمه للولد ده. سيدي تشينو انت ليه بتديله هو المهمه دي؟ انت عارف ان حتى اخويا محتاج جدا المهمه دي، اخوك ليس ند. الولد ده قدر اللي هو ياخد البطاقه من عاصفه الرياح لوحده وما احتاجش حتى اللي هو يستخدم خرزات الرياح. ويو بيقول هو اصلا ممكن ان حد يجيب بطاقه من غير ما يستخدم خرزات الرياح. والشيو بيقول هو في ايه وانتوا كلكم عارفين خرزات الرياح هي ايه الخرزات دي؟ ده فعلا ما يعرفهاش. تمام انا هسيب له المهمه دي وانا فعلا بعترف بقوتك. وبيمشي وبيسيبهم. والعجوز بيقول انا هنا مسؤول عن المهمه دي، اهلا بك بالانضمام معانا. والشيو بيقول انا اسمي الشيو شكرا لك على مساعدتي. والعجوز بيضحك ضحكه غريبه، ما توقعتش ان هيكون في ولد صغير بالموهبه دي علشان يقدر اللي هو يجيب مهمه صعبه زي دي. والشيو بيقول في نفسه هو ليه الراجل ده بيضحك ضحكه مريبه زي كده، وبيروح علشان يسلم
المهمة للسجل، والشياو بيسأل العجوز بيقول له ممكن دلوقتي اللي انت تشرح لي ايه نوع المهمات اللي ب 300 عملة ده؟ مش لازم اللي انت تستغرب، في لسه 8 اشخاص غيرك انت ويون، كلنا هنتجمع بعد 4 ايام على الجانب الشرقي للمدينة، وساعتها هيكون ممكن ان انا اشرح لك كل حاجة. تمام شكرا ليك. والشاو بيمشي من المكان، والعجوز بيبتسم ابتسامة خبيثة وبيقول طعم جديد. والشاو بيرجع للأكاديمية وبيروح لمساكن الولاد وبيشوف أوضة نوم الجديدة، وبيقول أنا دلوقتي عندي فرصة كويسة عشان أبدأ إن أنا أتدرب مرة كمان. وبيطلع حبتين تعزيز طاقة وبياخد دواء وبيقول هو ضعيف جدا بس أحسن من ولا حاجة، وبيبدأ طاقة كبيرة اللي هي تطلع منه، وبيمسك الحجر الروحي الميت وبيقول الحجر الروحي ده غريب جدا، محدش يقدر اللي هو يغذيه إلا لما يستخدم نوع معين من الفنون القتالية. وبتعدي 3 أيام والشو بيقول الموضوع أخد مني 3 أيام عقبال ما أقدر اللي انا اوصل لمرحلة تامنة من الجسم المنطفي. انا ممكن اللي انا اوصل للجسم الاصفر خلال 3 شهور، بس انا حاسس بشعور غريب طالع من حجر الروح الميت ده. على العموم انا لسه عندي وقت علشان اقدر اللي انا اتاكد. وبيخرج ساعتها على طول من اوضته، وبيعدي يوم وبيجي يوم اللي هيتحركوا فيه، وبيروح للمحطة وبيقول تمن التذكرة 80 عملة، وانا لسه ما جمعتش اي حاجة. انا بقى املي الوحيد دلوقتي اللي انا اجيب ال 300 عملة دول. والعجوز بيظهر وبيقول له شياو من هنا، والشياو بيروح وراه، والعجوز بيقول خلوني دلوقتي اللي انا اعرفكم على بعض وعلى زميلكم الجديد ده، هو زميلكم واسمه شياو. اتفضل دلوقتي يا شياو اركب العربية. وبيركب وبيلاقي 7 اشخاص منهم يول اللي احنا عارفينه، وبيقول في نفسه فعلا الطلاب دول كلهم مستواهم عالي. وفي واحد شعره احمر بيقول احنا مستنيين بقالنا اكتر من نص يوم ولسه لحد دلوقتي في 2 مجوش، دول فعلا عار على الاكاديمية. وكل اللي في العربية بيكونوا متعصبين بيقولوا ايوه فعلا. وفجأة في واحد بيجي وبيقول اسف على التأخير، من فضلكم سامحوني، وبيكون اسمه منغ. وبيكون في حد وراه بيقول انا برضو اسف على التأخير وانا اسمي لي. وليه بيتصدم وبيقول هو مش انت شياو؟ وشياو بيقول في نفسه هو ده معايا في الصف الثالث، بس هو ليه باين اللي هو خايف مني اوي كده. وكل اللي في العربية بيستغربوا بيقولوا في نفسهم ازاي ممكن واحد قوي زي ليه يخاف من واحد ضعيف زي شياو. والعجوز بيقول خلاص تمام احنا تمنا دلوقتي 10 في العربية، ممكن ان احنا نتحرك للمهمة بتاعتنا. فشيو بيقول انا مش هتحرك من هنا من غير ما اعرف الاول هو احنا رايحين على فين والمهمة دي هنعمل فيها ايه. فينغ بيقول فعلا الموضوع شكله غريب اوي، احنا المفروض ان احنا رايحين ننقب على حاجة، بس احنا مش عارفين احنا رايحين فين ولا حتى ايه المادة اللي احنا هننقب عليها دي. فالعجوز بيقول احنا اكيد هنحفر في منجم بس احنا ما عندناش دلوقتي وقت كتير، فياريت تركبوا بس دلوقتي وقبل ما نوصل المنجم كل حاجة هتكون باينة قدامكم. وفعلا كلهم بيركبوا العربية وبتتحرك بيهم. والعجوز بيتكلم وبيقول تخلونا دلوقتي اللي احنا نتكلم، انا اقدر دلوقتي اللي انا اشرح لكم كل حاجة وتفاصيل المهمة بتاعتكم. احنا دلوقتي منطقة التعدين اللي احنا هنروحها ونحفر فيها في جبل هانغ، وبسرعة العربية اللي احنا راكبينها دي فاحنا نقدر اللي احنا نوصل في خلال 3 ايام. فينغ بيقول جبل هانغ، فالعجوز بيقول له هو انت عارف حاجة عن الجبل ده؟ فينغ بيقول انا بس سمعت شوية اشاعات عن الجبل ده. الجبل ده كان اسمه جبل 10,000 شيطان، وكان فيه عدد لا يحصى من الوحوش والشياطين. وساعتها قام الامبراطور المؤسس لدولة الصين بقسم الجبل ده نصين بضربة واحدة، وفجأة تحول من جبل لخندق عميق جدا، وواحدة واحدة استسلمت الشياطين وسابت الجبل. بس هي عموما مجرد اساطير، انت المفروض دلوقتي تقول لنا على الحقيقة. بس ده زائد اللي انا سمعت اهم حاجة ان الجبل ده ملكي ومحرم على العوام. فكلهم بيتصدموا اول ما بيسمعوا الجملة دي وبيقولوا محرم وملكي. فالعجوز بيديلهم ورق وبيقول لهم بصوا كده على الورق ده، هو التصريح اللي احنا عندنا حقوق في التنقيب في الجبل ده ونقدر اللي احنا ناخد منه المعادن اللي احنا عاوزينها. وهم كلهم بيشوفوا التصريح وبيقولوا ايوه فعلا التصريح ده سليم. وفعلا في خندق عملاق جدا موجود في الجبل ده، بس احنا اصلا ما نقدرش نعرف لو قمة الجبل برضه مقسومة ولا لا. كان زمان في بداية تأسيس فنون الدفاع عن النفس كان في نقص هائل جدا في الموارد، وعلشان كده كان لازم ان يحصل حملات تنقيب عملاقة جدا في الجبال عشان يلاقوا الموارد اللي هتقدر اللي هي تقوي الجيوش بتاعتهم. وكانوا بينقبوا كتير جدا في الجزء الشمالي من الجبل، بس احنا المنطقة اللي احنا رايحينها دلوقتي مليانة معادن كتيرة جدا. فينغ بيقول اللي احنا نعمل كاو التنقيب ده هيكون صعب ومتعب جدا لينا، و300 عملة هيكونوا قليلين على الموضوع ده. اتقل عقبال ما افهمك، هدفنا الاساسي واحنا رايحين هناك مش التنقيب على الاحجار
الأحجار دي. هدفنا الأساسي اللي احنا هنكون عايزين نرسم خريطة للمكان. وكلهم بيستغربوا أول ما بيسمعوا الجملة دي. أنا بعد ما أخدت حقوق التنقيب هناك اكتشفت إن في ألغام كتيرة جدا هناك، هم كانوا ناسينها وهم حطوا علامات عليها، إنما هي مش دقيقة جدا، فأحسن لكم إن كل واحد ياخد خريطة من دي عشان من غيرها التحرك هيكون صعب جدا، وهتكون احتمالية اللي انتوا تمشوا وتنفجروا هتكون عالية جدا. وأبو شعر أحمر بيقول أنا شاكك في أماكن كتيرة جدا موجودة في الخريطة هنا، حاسس اللي هي مش سليمة، وفي أماكن تانية مش موجودة أصلا. فالعجوز بيقول أيوة فعلا في شوية أماكن مش مرسومة في الخريطة عشان ما كانش في أي حد راحها وقدر اللي هو يرسمها، ده زائد إن في أماكن تانية فيها شوية غازات سامة، بس احنا نضطر اللي احنا نخشها، انتوا مش أي نسوة تقدروا اللي انتوا تتعاملوا معاها. الموضوع ده ممكن يكون مستحيل بالنسبة للناس العاديين، إنما انتوا غير. فينغي بيقول له مجرد غازات سامة مفيش حاجة تانية؟ أكيد هو أنت شاكك في كلامي؟ فشيو بيقول في نفسه واضح إن العجوز ده بيخبي حاجة لازم اللي أنا أكون واخد بالي جدا. فأبو شعر أحمر بيقول هو هدف بتاعنا اللي احنا نرسم المنطقة دي، ولو كنا مستعجلين في الموضوع ده فهياخد مننا نص شهر، إنما لو كنا بنعمله على راحتنا فهياخد شهر كامل. العمل لنص شهر أو حتى الشهر كامل مقابل 300 عملة فهتكون صفقة كسبانة. والعجوز بيقول أنا دلوقتي ممكن اللي أنا أديكوا هدية كمان من عندي، ده غير 300 عملة اللي احنا متفقين عليهم. وهم بيقولوا ده في هنا أحجار روح، وشاو بيقول في نفسه أحجار الروح دي مهمة جدا في فنون الدفاع عن النفس. وأبو شعر أحمر بيقول 300 عملة ده زائد الأحجار دي، ده فعلا العجوز ده كريم جدا. فالعجوز بيقول لا دي ولا حاجة، دي مجرد نص المكافأة، بعد ما تخلصوا هديكوا 5 أحجار كمان. فأبو شعر أحمر بيقول 300 عملة و10 أحجار، دي فعلا صفقة كسبانة جدا بالنسبة للمهمة دي. والكل بيكون فرحان وبتعدي 3 أيام وبيقول احنا أخيرا وصلنا، وبيوصلوا لمنطقة التعدين وكلهم بينزلوا من العربية. وهم بيقولوا هو ازاي ممكن يكون في طيور موجودة هنا وفجأة طيور بتبدأ اللي هي تتحرك وتهاجمهم. والشباب بيقول في نفسه الموضوع فعلا غريب جدا. ويانغ بيقول محدش يخلي ان الغربان دي تلمسه، ممكن يكون فيها روح او طاقة شريرة تنقلها ليكم. وفي حد بيحط ايده على كتفه بيكون شيو وبيقول له انا حاسس بحاجة غريبة موجودة هنا، وانت حاسس بيها؟ الجبل ده متسمى بالجبل الخطير، وتسمى بالاسم ده عشان هو ما عندوش 4 اتجاهات ولا ال4 فصول الموجودين في اي حتة، والجبل ده ما فيهوش اي ناس عايشة هنا او اي نوع من انواع الحياة، وبقى مهجور تماما، وفي اشاعات كتير بتطلع عليه، وده اللي فعلا خلاه خطير جدا. طب لو فعلا مكان خطير للدرجة دي يبقى احنا لازم نتعاون مع بعض عشان نقدر ان احنا نخلص الشغل ده بسرعة. ماشي بس خلينا نخلص كلامنا ده اول ما نخرج من المنجم. ويانغ بيروح للعجوز وبيقول له هو ليه مفيش اي حارس هنا؟ دي منطقة محرمة وما ينفعش ان اي حد يدخل او يخرج من هنا. كل اللي عليكم دلوقتي اللي انتوا ترسموا خريطة للمكان ده، واهم حاجة ان تكون الخريطة دي دقيقة جدا. وكلهم بيجوا على المنجم وبيقولوا سيبوا موضوع الخريطة دي لنا احنا، وكلهم بيكونوا متحمسين جدا. ويانغ بيقول في نفسه وبيقول يا ريت يكونوا اسلافنا غلطوا اللي قالوهم الصح، بس في الغالب لسه في حاجه مهمه جوه. والعجوز بيقول للشياو هو انت مش هتدخل؟ خلاص كلهم دخلوا، انا مش عايزك اللي انت تفقد اثرهم وكان مش هتعرف اللي انت تلاقيهم. فشياو بيجري علشان يلحق اللي هو يدخل لهم، وابو شعر احمر هو اللي بيكون ماشي قدامه بيقول كلكم امشوا ورايا، انا الاقوى هنا وانا اللي هكون قائد هنا، فكلكم لازم اللي انتوا تنفذوا تعليماتي، ولو في اي حد رفض ما يلومش اي حد الا نفسه علشان ساعتها يكون في خطر. ويانغ بيكون مستغرب قوي بيقول الخريطه اللي معانا دي مختلفه تماما عن المكان اللي احنا فيه ده. والشباب بيقول في نفسه واضح اللي انا لازم افضل ماشي وراهم، بس الحركه في المكان ده هتكون صعبه قوي. والقائد بيقول كله يطفي دلوقتي المشاعر اللي معاه عشان الاكسجين بدا اللي هو يقل هنا، المكان ده فعلا واسع وكبير قوي. وبيبداوا اللي هم يستخدموا احجار زرقاء بتنور. والشيو بيقول انا سامع صوت ميه. والقائد بيقول هو ازاي في ميه هنا؟ انما بعد الرحله الطويله دي فانا عطشان قوي. وكلهم بيقولوا طب استنانا برضه احنا برضه عاوزين اللي احنا نشرب. وكلهم بيبداوا اللي هم يتحركوا على النهر، انما يانغ بيساعد وبيقول ما حدش هنا يشرب، هو حد مد ايده على الميه دي ليه يعني؟ هو انتم مش عارفين الاسطوره اللي كان فيها حد عاوز ينزل للنهر ده بعد كده مات؟ الميه دي بتيجي من العدم، مفيش اي بحيره واي نهر
نهر قريبين من هنا علشان المية دي تيجي منهم، والأسطورة بتقول إن أي حد هيلمس النهر ده تحصل له حاجة وحشة محدش هيحبها. أنت أكيد مجنون، إحنا لو فضلنا ماشيين على طول النهر ده كده نوصل لقاع الكهف. لا طبعا، الجدود قالوا لنا اللي احنا اول ما نشوف النهر ده لازم اللي احنا نبعد عنه باقصى سرعتنا. ويانغ بيقول المكان ده خطير جدا، مش هعمل المهمه دي. والقائد بيقول له انت مش هتاخد اي فلوس لو ما خلصتش المهمه دي. وشياو بيقول في حاجه غلط موجوده هنا، انا مش هخاطر بحياتي عشان مجرد 300 عمله. وهو كمان بيمشي، والقائد بيتعصب قوي انما فجاه شياو وهو ماشي بيقف ووشه بيجيب الوان وبيقول لا ازاي كده. ويانغ وشه بيترسم عليه كل معالم الرعب، وبيلاقوا ان طريق المخرج بقى طريق مسدود، وبيجوا بسرعة وبيقولوا هي امتى الصخرة دي جت، وهو المخرج راح لفين. والقائد بيمسك يانغ وبيقول له قول لي دلوقتي هو ايه اللي حصل، انت اكيد عارف. فهو بيقول له ده هو الهدف الحقيقي للمهمة، احنا لازم نحل متاهة التنانين 9 اللي الامبراطور المؤسس بنفسه ما قدرش اللي هو يحلها، امبراطور سوفان. فكلهم بيترعبوا اول ما بيسمعوا اسم امبراطور سوفان. فشياو بيقول له كمل. فهو بيقول في نفسه هو ازاي الولد ده لسه هادي واحنا في الوضع ده، واضح اللي هو مش مقدر الخطر اللي احنا فيه. ويانغ بيقول هو انتوا قبل كده سمعتوا بقصة 3 اتباع بتوع الامبراطور؟ فشيو بيقول انا قريت عن القصة دي في المكتبة قبل كام يوم. الامبراطور كان عنده 3 اتباع اقوياء جدا، وساعتها كان في حرب كبيرة، وعلشان يكسبوها كان لازم ان هم الاربعة يتعاونوا، الامبراطور وال3 اتباع بتوعه. وساعتها كانوا هم الاربعة اقوياء جدا. انما اللي حصل بعدها وما بيكملش، وقاد بيقول في نفسه هو ازاي شياو عارف كل المعلومات دي، واضح اللي هو بيقرا كتب كتيرة جدا. فيانغ بيقول هو انتوا عارفين ان لا من سلالة واحد فيهم؟ وكلهم بيتصدموا وبيقولوا احنا ما كناش عارفين ان يانغ ده من سلالة واحد من العظماء المؤسسين للامبراطورية. وواحد فيهم بيقول في نفسه المعلومات دي قيمة جدا وخطيرة جدا، وقلتها اكيد للمملكة هيكافئوني. وقاد بيقول في نفسه مش واحد بس اللي عارف الحكاية دي هنا، لا 2، شياو ويانغ. ويانغ بيكمل وبيقول انتوا مش عارفين التكملة واللي حصل بعدها. في الوقت ده الامبراطور خطط اللي هو يقتل 3 اصحابه، وما كانش هدفه اللي هو يستولى ولا على النهر ولا على الجبل، كان في حاجة أكبر وأسمن بكتير موجودة هنا. ففي واحد بيقول هو كان في حاجة أهم من الجبل. أيوة، قطرة دم. القطرة دي ممكن اللي هي تساعدك اللي انت تخترق مرحلة كاملة من مراحل الدفاع عن النفس، وتوصل لكم المرحلة حتى انتم متعرفوهاش. فالشيو بيقول هي مش مرحلة الدفاع عن النفس الأعلى، هي مرحلة يون، هو في مرحلة أعلى منها، وبيكون ترتيب قوة الدفاع عن النفس كالآتي: أعلى واحدة هي يون، وبعد كده تشين، وبعد كده لين، واخر واحدة تحت بتكون تشي. فلي بيقول انا مرة سمعت ان لو في حد قدر اللي هو يعدي اعلى مرحلة فممكن يوصل لمرحلة الخلود. استغفر الله العظيم يعني يا رب. وساعتها بيكون في احتمالية اللي هو يكون الاقوى على وجه الارض. طب صحيح انا سمعت ان في كنز تاني ما يقلش اهمية عن قطرة الدم دي لسه برضو موجودة هنا، بس ولا دلوقتي هو مين اللي في الاخر قدر اللي هو ياخد قطرة الدم دي؟ ما فيش حد قدر اللي هو ياخدها، هي لسه موجودة لحد دلوقتي هنا. فكل موجودين الطمع بيسيبهم وبيفكروا اللي هم ممكن ياخدوها لنفسهم. فالشياو بيزعق وبيقول ما حدش احسن اللي هو يتفائل كده عشان ما تموتوش، لو اي حد فكر اللي هو ياخدها فلازم يسأل نفسه ليه الاول هي لسه لحد دلوقتي هنا وما حدش اتحرك علشان ياخدها بنفسه. فكروا كويس وليه ما حدش رجع اصلا عشان يحكي لنا، كله مات. فكلهم بيفوقوا وبيترعبوا. ويانغ بيقول احنا دلوقتي محبوسين في متاهة التنين 9، وانا مش متأكد ازاي كنا هنقدر اللي احنا نخرج من هنا ولا لا. وواضح ان العجوز الحقير اللي بره ده ما قدرش اللي هو يحل المتاهة دي لوحده، وعشان كده جبنا لهنا علشان احنا نرسم له خريطة، عشان الخريطة دي مختلفة تماما عن المكان اللي احنا فيه، بس مع ذلك مشابهة. ممكن يكون في ناس كتير جدا ماتت عقبال ما قدرت اللي هي ترسم اجزاء الخريطة دي. مفيش حتى اي حارس ملكي ممكن اللي هو يخش المكان ده، واذا كان فيه فكان زمان ان السر بتاع المكان ده انتشر، فعلشان كان المكان ده كله محرم تماما ان اي حد يجي لهنا. وكان الحل الوحيد بالنسبة للعجوز ده اللي هو يجيب شوية طلاب من الأكاديمية علشان لو ماتوا محدش يسأل فيهم. والقائد بيتعصب بيقول انا متوقعتش اللي هو يكون واطي بالمنظر ده. فالشباب بيقول مهما كانت القصة، سواء العجوز اللي رمانا هنا عايزين تنتقموا منه او لا، او حتى عاوزين نقطة الدم او لا، فاهم حاجة بالنسبة لينا دلوقتي اللي احنا نخرج من هنا. يانغ هو انت عندك اي فكرة عشان نقدر نخرج من هنا؟ احنا جدودنا اكتشفوا طريقة علشان يخرجوا من المتاهة دي، انما الامبراطور ما كانش عايز اي حد اللي هو يعرف الطريقة دي، علشان كده دمرها واخفاها تماما. بس انا سمعت شوية اشاعات عنها وازاي ممكن اللي احنا نستخدمها، فعلشان كده انا هجربها
نجربها دلوقتي، انما انا مش متأكد تماما من اللي هي ممكن تشتغل. وبيبدأ اللي هو يمشي، انما بيقف وبيتصدم، وكل بيقول النهر اختفى، ده كان هنا ازاي؟ ده برضه حصل. كل بيقول النهر اختفى، ده كان هنا ازاي؟ ده برضه حصل. فالشيوب بيروح وبيقول له واضح ان احنا دلوقتي في متاهة بتقدر اللي هي تتحرك من نفسها كل شوية، ولو هي فضلت بالمنظر ده فاحنا مش هنقدر ان احنا نخرج من هنا. فينغ بيقول له متاهة التنين عندها 9 حركات عشان تقدر اللي هي تخبي الحاجات المهمة اللي فيها. وبيطلع جهاز وبيقول اول ما في ممر بيتقفل ففي ممر جديد على طول بيتفتح، فلازم دلوقتي اللي احنا نبدأ نشوف طريقة تانية نتحرك بيها. فالقائد بيقول هي ايه الأداة اللي معاك دي؟ الأداة دي بتساعدني ان انا احدد اماكن الجبال والانهار. هو انت منين عندك كل المعلومات دي؟ هو انت كان عندك معلم قوي جدا كده؟ فينغ بيتعصب بيقول انا كل اسلافي عبارة عن صحراء، وما فيش اي حد ليه اللي هو يكون معلم ليا. فالولد بيقول له خلاص اهدى، كنت بس بسأل، مش لازم ان انت تتعصب للدرجة دي. وبيبدأ يبص على الجهاز ويقول يا ريت تكون المعلومات اللي معايا صحيحة، علشان ده الامل الوحيد اللي احنا نقدر اللي احنا نخرج من هنا. وفجأة بيبدأ اللي هو يخبط على الحيطة ويقول في استجابة اخيرا بدأت اللي هي تخرج من هنا. وبيبدأ اللي هو يستخدم طريقة بتعتمد على الرياح، وبيبدأ اللي هو يحفر على طوب بصباعه. فالشيوب بيقول دي فعلا قدرة عظيمة جدا اللي هو يقدر يحفر على الطوب بس بصابعه. وينغ بيبدأ اللي هو يغمض عينه ويستشعر كل الطاقة اللي موجودة في المكان، وبيرفع ايده وبيقدر اللي هو يخرج منها حاجة عاملة زي فرشة، وكل الموجودين بيكونوا مذهولين من قوته. وبيقول دي هي التقنية اللي انا ورثتها عن جدودي، وفعلا دي من اقوى التقنيات اللي انا اعرفها، وانا جدودي قدروا اللي هم يوصلوا لعيلتي تقنيات كتير جدا قديمة. وهو بيبدأ اللي هو يوجه الفرشة ناحية الحيطة، وبتبدأ ان تطلع طاقة كبيرة جدا بتبعد كل الناس، وفرشة بتبدأ اللي هي تكتب على الحيطة، وفي حاجات بتبدأ اللي هي تخرج من الحيطة، وكلهم بيتحمسوا بيقولوا احنا نقدر ان احنا نخرج دلوقتي ولا ايه؟ انما فجأة كل حاجة بتختفي وبتتلاشى، وفجأة في طريق بيفتح قدامهم وبيكون النهر في اخره. وفي حد فيهم فجأة بيزعق وبيقول في شبح، وبيقوم القائد ضربه وبيقول له بطل عبط، مستحيل يكون في شبح هنا، لا هو هناك تقدر تروح اللي انت تتأكد بنفسك. والقائد بيقول ماشي انا اروح اتأكد بنفسي. واول ما بيبص بيترعب، وبيكون في هيكل عظمي موجود قدامهم، والشباب بيروح وبيقول ما حدش يخاف، ده مجرد جثة حد ميت. وليه بيكون مرعوب وبيقول هو ليه في جثة واحد ميت هنا؟ والشباب بيقرب منه وبيقول له ده واضح اللي هو مجرد رجل عادي، ده هو عامل المنجم اللي رسم الخريطة اللي معانا، وفي الغالب كده هو مات بقاله سنة كاملة. وفجأة في صخور بتبدأ اللي هي تقع، والشياو بيتخض، وبيظهر ان في عدد كبير من الجثث موجودة، وكل الموجودين بيترعبوا من كمية الجثث دي. والشياو بيقول الهزة اللي حصلت دي هي اللي خلت كمية الجثث دي تظهر، اكيد دول هم عمال المنجم القدام اللي كانت مهمتهم اللي هم يستكشفوا المنجم ده، وعشان كده في جثث كتير هنا. وليه بيبدأ اللي هو يعيط وبيكون مرعوب بيقول واحنا كمان هنموت؟ والشياو بيقول محدش عارف، لو انتوا مش عاوزين ان انتوا تموتوا هنا فلازم ان احنا نخرج من هنا حالا. ويانغ بيقول زي ما انتوا شايفين في كمية كبيرة جدا من الناس ماتت هنا، وبسبب كمية الناس الكبيرة اللي موجودة هنا فممكن طاقتهم السلبية تتجمع. فشو بيسأله هتبقى قوة الحاجات دي قد ايه؟ فيانغ بيقول ده معتمد على قوة اصحاب الجثث قبل ما يموتوا، وفي الغالب معظم الناس دي ناس عادية فمش هتجمع طاقة كبيرة. وفجأة بيقول صحيح متاهة التنانين التاسعة بتبدأ اللي هي تمتص الطاقة، احنا لازم اللي احنا ناخد بالنا ونفضل فايقين كويس. والقائد بيقول احنا لازم اللي احنا ناخد بالنا من اي حاجة هندوس عليها او نلمسها من دلوقتي. واول ما بيوصلوا لحدود النهر شياو بينزل وبيقول النهر ده مختلف تماما عن النهر اللي احنا شفناه من شوية. ويانغ بيقول فعلا ده نهر والتاني كان نهر مختلف. فشياو بيقول له هو انت فاكر النهر ده ممكن لو مشينا معاه يودينا لبطن الارض؟ فينغ بيقول له ممكن ما بين السماء والارض في نوعين من الطاقة، والكهف ده قادر اللي هو يغير من الجريان المية. فالشيوخ بيقول له طب هو في طريقة عشان نحل المشكلة دي؟ احنا كل اللي محتاجينه اللي احنا نقلل جريان المية اللي موجود في النهر ده عشان نقدر اللي احنا نعدي. برغم ان الموضوع هيكون صعب جدا انما في الغالب طريقة تانية. وبيفتكر حاجة وبيقول هو تقريبا لازم يكون في تضحية. فالشيوخ بيقول في نفسه واضح ان عجوز الحقير ده ما كانش جايبنا بس علشان نحل المتاهة، وكمان كان جاهز اللي هو يضحي بينا.
ففي حد بيقول في هنا مئات الجثث، لو الموضوع محتاج تضحية كان زمان ان كل الجثث دي وفت بالموضوع. فينغي بيقول انت عارف قوة الانسان عادي ممكن تكون قد ايه؟ انا جدودي كانوا زمان عندهم طريقة علشان يوقفوا جريان المية عن طريق طائر النار ابو 3 رجول. فالشيو بيقول له هو انت لسه معاك قلب النار ده؟ فينغي بيقول انا دايما شايل معايا التراث بتاع جدودي، بس انا ما كنتش متوقع اللي هو يفيدنا النهارده. انا اول ما اقدر اللي انا استخدمه واستدعي الطائر ده اكيد جريان المية ده يقف بسرعة، انما انا محتاج الاول اللي هو اطلع جثة الطائر ده. فليه بيقول هو انت قلت جثة يعني انت اول محتاج ان انت تدور على جثة الطائر ده في النهر وهو ماشي، مش كده؟ ولو ده هيساعدنا ان احنا نخرج فده الوقت اللي انتوا تشوفوا فيه بقى القدرات الحقيقية. ففي واحد بيقول له انت مجرد واحد ضعيف، ايه اللي عندك علشان تعمله وتبهرنا؟ فبيبدأ اللي هو يستخدم مهارة ويقول له بص كويس وراقبني، وبيستخدم مهارة القمر الهادي الاول، وكل الموجودين بيصدموا من قوته. وفي حد بيقول ان ايه التقنية دي انا ما شفتهاش قبل كده، واللي بيقول دي من مهارات الدفاع عن النفس، واللي انا بحتاج علشان استخدمها 7 ارواح مضيئة. وبيقول قاتل مع قمر واهرب مع الهواء، وبتبدأ المية كلها اللي هي تتحرك، وبتبدأ ساعتها ان حاجات تظهر من المية، وبيكون في هياكل عظمية بتبدأ اللي هي تظهر، وكل اللي بيشوفها بيترعب على طول. وبيكون عدد الهياكل ده كبير جدا، ولي نفسه بيكون مش مائز من النوم، وبيقول في نفسه في هنا على الأقل أكتر من 1,000,000 جثة مدفونة تحت الأرض. والقائد بيقول دلوقتي